تخيل معي عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهدة شابا يلقب بالجبان يعيش كأي شخص عادي في هذا العالم، لكن لا أحد يهابه أو يلاحظه حتى يظهر له نظام يخبره لقد قمت بالزراعة لمدة 999 سنة، وهنا يبدأ كل شيء. فهل سيظهر للعالم أم أنه سيختبأ ويخفي هذه القوة في حين أن الجميع يفتخرون في قوته في هذا العالم القاسي؟ تبدأ الحكاية بتنهيد من بطلنا إذ يقول في سره: في ذلك اليوم ولأول مرة لقد رأيت شخصيات مختلفة ذات بشرة جميلة بسيقان نحيلة طويلة ومستقيمة قتلوا بشكل فظيع، إذ نرى العديد من الفتيات الجميلات يتعرضن لهجوم قاتل من قبل شيطان متوحش ذابح الشياطين وماحق الجثث. وبسبب هذه الهجمة القوية لم يكن أمام الفتيات سوى انتظار وصول الهجوم. هذه نيران الجثث، احذروا! لكن الأوان كان قد فات، فتتعرض الفتيات لضربات قاتلة وموجعة. الأخت الكبرى، هجمة الشيطان حرفيا تدمر جسد الفتيات، فتغضب الرئيسة: أيها اللعين، أنا لن أسامحك أبدا. تخرج أوراق اليشم وتبدأ بهجوم مضاد ضد الشيطان، لكن نية القتل المرعبة والهالة الفائقة التي لدى هؤلاء الشياطين كانت أعلى بكثير من قوة هذه الحاكمات القويات الجميلات. فها هو ذا الشيطان يندفع لكي يقتل آخر واحدة فيهن. وفي هذه اللحظات كان هناك شاب يختبئ بالأسفل بين الحشائش. يا إلهي، حتى الحكام لا يجب أن يتم التحديق بهم كثيرا. يبدو أن حب الأول انتهى بسرعة كبيرة عندما يحارب الخالدين على البشر أن يعانوا، فأنا مجرد رجل عادي. لولا مساعدة أخي شودافو في إيجاد ترياق لسم الجثة لما أتيت إلى جبل التنين هذا. اسمي ييفان. قبل 3 سنوات تعرضت لحادث أثناء تسليم إحدى الطرود في ليلة مضطربة، حيث كانت الأمطار غزيرة، وبعد ذلك تم بعثي إلى هذا المكان. وبمجرد أن وجد نفسه في هذا العالم حيث العقرب الماسي فيس العنكبوت المتوحش كانا يتقاتلان بهالات مرعبة. دعنا نتجنبهم. لا أدوات غش ولا توجد أنظمة افتراضية. اللعنة بدون نظام سأموت هنا. وهو ذا يتجنب ضربات أحد الوحوش. لا موهبة فطرية لممارسة الصقل. لقد أخذني رجل مسن يمتلك صيدلية، وبالكاد كنت أكسب رزقي من جمع الأعشاب ومعالجة الأمراض تحت توجيهه. بمجرد أن التقى بمعلمه العجوز: تسريحة الشعر هذه تشبه إلى حد كبير البالون الخاص بعائلة الأصفر الكبير. فيقول في نفسه: كيف لي أن أعرف أنني أشبهه؟ أما بالنسبة للآخرين فيقطعون خيط الحياة والموت بضربة واحدة، ويدخلون حيز الصواب والخطأ، ويصبحوا أسياد يمكنهم الطيران في لحظات بقوتهم. أما أنا أخي العنكبوت، أنا آسف، أرجوك لا تهجم علي. كل ما كان يفعله هو تجنب ضربات هذه الوحوش بينما يجمع الأعشاب اللازمة للعم جده. اللعنة عليك أيها الشرير، أنا مسافر عبر العوالم، أعطني بعض الوجه على الأقل. لكن الوحش يستمر بمهاجمته حتى يصل إلى نهاية مسدودة، بالأحرى نهاية مفتوحة من أعلى البرج يؤدي للموت. لم يكن أمامه خيار سوى أن يقفز من هذا الجرف العالي. لا، اللعنة، إنه جرف. لماذا أنا سيء الحظ هكذا؟ يقع شيئا فشيئا إلى حفرة كبيرة في الأرض، وفي الظلام الدامس تحت هذه الأماكن يفتح عينه. أنا لست ميتا. ما الذي يحدث؟ يجد نفسه معلقا على جذع شجرة وهو مقلوب رأسا على عقب. هذه هي زهرة شاندامان تولو. لفظ اسم هاي الزهرة أصعب من امتحان البكالوريا. رغم كل شيء فهو في النهاية قد وجد الشيء الذي كان يبحث عنه، فيخرج أدواته. كان في يده فأس صغير. مع هذه الزهور الصغيرة يمكنني أن أصقل حبة ترياق، وسيتم قمع سم جثة شودافو بشكل مؤقت. هو يتحمس كثيرا لكي يصقل هذه الزهرة، لكنه فجأة يسمع صوتا بالتخاطر في عقله. صوت فتاة: السيد الشاب، رائحتك زكية.
يتفاجأ من هذا الصوت في أذنه، لكنه يلتفت ويجد بأن هناك فتاة بجانبه بالفعل. أنت من أنت؟ يتبين بأنها فتاة قليلة الأدب، ولكن ما تخافون أنا راح أضبطكم. فتبتسم وهي تنظر إليه. أنت من اقتحمت منزل شخص آخر، لكن أيها الأخ الأصغر أنت وسيم جدا. كلما نظرت إليك أكثر كلما أعجبت بك أكثر. أويلي يابا، أموت على الجمال أنا. فيستحي بطلنا الخروف. يا آنسة أنت أيضا جميلة جدا. ويهمس. مستحيل أن أقابل فتاة جميلة في هذا الكهف، واليوم ليلة تفتح الزهور، ويقصد الليلة التي تنبعث فيها رائحة الأزهار التي تجلب الوحوش. إذن هل أنت مستعد؟ وفجأة نرى بأن لسانها لسان غير بشري، لسان أشبه بلسان ثعبان. دعني. وفجأة تتحول إلى وحش وتقول: التهمك. اللعنة، مجرفة التنين العظيم. فباستخدام مجرفته يضربها بقوة على رأسها، وها هي ذي تقع على الأرض. هي، هل تجرؤ على ضربي أيها الغبي؟ اللعنة، أنا حقا ضربتها. هذا الوحش ضعيف جدا. لما هذا؟ أيها البشري اللعين، على الرغم من أنني وحش متواضع، أنا لست شخصا بإمكانك أيها البشري قتاله. كن ولدا مطيعا وادخل بطني. فتهجم عليه بمخالبها الحادة وفمها الكبير المتواجد في منطقة بطنها. بالتأكيد لا، لن أدعك تأكليني، دعينا نتقاتل أفضل. لكنه للحظات يلتفت ليرى هجوم وحش أقوى منه بكثير. ها؟ ما هذا؟ ويتبين بأنه الشيطان ذابح المدن، يظهر فجأة خلفهم ويستعد لإلقاء هجمة مدمرة. ولا، هل هذه كارثة طبيعية؟ ويحدث انفجار كبير. لكن بعد انتهاء الهجمة نرى شخصا ما في السماء مجهول الهوية، يبدو أنه على الأغلب صديق لهذا الوحش أو المتحكم به، والذي اسمه هو تشو شوانغ. لن يمكنك الاختباء بعد الآن، سأدمر هذه الغابة الجبلية بأكملها. يقول هذا وهو يقف خلفه ذلك الوحش مدمر المدن، وبطلنا المسكين يبكي ويلفظ أنفاسه الأخيرة قائلا: حياتاني كشخص فاشل، هل سأموت بشكل بائس مرة أخرى؟ ويظهر شكل الوحش أخيرا وهو يقول: هذا هو لهب إحراق الجثة الأبدي. كيف انتهى مصيري هكذا؟ كيف قابلتهن؟ اللعنة. يغلق عينه جراء هذا الهجوم. يا له من حظ سيء. لماذا حظي سيء هكذا؟ الآن جيش عابري العوالم ينقص منه شخص آخر. دمعة منه تسقط على الفضاء في الظلام، ولكن تنتشر كموجة وكأنها سقطت على سطح بحر. تم اكتشاف أن المضيف يواجه خطرا يهدد الحياة. تنشيط قاعدة صقل مليار عام. بدء تشغيل النظام. تفعيل. يتفاجأ بطلنا بأن النظام قد تفعل. هذا هو 3 سنوات. لقد انتظرت هذا النظام لمدة 3 سنوات. قد ظهر أخيرا. ولكن النظام هذه المرة أنثى. تقول: أيها المضيف العزيز، أنا مديرة النظام، يمكنك أن تناديني. لكنه ينظر إليها بشكل متفاجئ حتى أنها لم تكمل جملتها. يا ابن ما شايف بنات، خليها تقول اسمها. الاسم ييفان، 16 سنة، العمر 16 من 66 عاما. 66 عاما. المملكة، المرحلة الأولية لبناء الدم. الثقل 999 مليار سنة. أنت حاليا في المرحلة الأولية لتشكيل الدم، وهذا النظام هو نظامك، وقد تم تخزين 999 مليار سنة من الثقل. ماذا؟ إذا كان المضيف يحتاجها يمكن فتحها في أي وقت، ولكن 999 مليار سنة؟ إذا أنا سأكون كيانا لا يقهر، أسيطر على كل شيء، أدير كل شيء في طريقي، عالم حيث لا أقهر ويمكنني فعل ما أشاء فيه. 999 مليار سنة من الثقل الذي لا يمكن قهره. هل يمكنني أن أدمر كامل عالم الثقل والممارسة بلكمة واحدة؟ فترد مستغربة: استعمال الثقل بدون القوة البدنية المناسبة سيكون له بعض الآثار الجانبية. فتقول في نفسها: يبدو أن المضيف ليس مهتما بمساعدتي. عندها المضيف سيعتمد على نفسه. إذن أتمنى لك الحظ
أتمنى لك الحظ السعيد. ثم تردف قائلة: يجب أن يكون ممكنا، أتطلع لاستخدامك أيها المضيف. تقول هذا ثم تختفي، ولكن في نفس اللحظة ينظر للسماء ويسمع صوت فتاة. هذا الصوت. الفتاة تنزل عليه من السماء بقوة كبيرة وتضربه في بطنه حتى أنه يبصق الدماء ويتألم أشد الألم. هذا مؤلم حقا. ما الذي يجري هنا بحق ماذا؟ آنستي، إنها الأخت الجنية من قبل. يا إلهي، النظام يعطي المكافآت بسرعة. هي يا ابني، هديها شوية، ممكن ما يكون هذه من النظام. أيتها الأخت الجنية، هل أنت بخير؟ أنت تقفين على مجرد فان؟ اسمعني، إذا كنت لا تريد الموت، إذا عدني بشيء واحد وتخرج شيئا ما من تعرفون أين. هل الجنية عادة مباشرة بهذا الشكل؟ ما زلت مجرد طفل. هذه آخر تعويذة للنقل الآني، سأرسلك للخارج الآن. تقول هذا وفي يدها ورقة يشم ذهبية. اذهب إلى مدينة تيانو وأخبر سيد مدينة تيانو عن هذا، لكن تتعرض لهجمة مفاجئة وتصرخ: لا، التعويذة لقد انفجرت. تشو شوانغ، هذا الوحش الخطير يظهر أمامه. بعد أن ركضت لمدة 3 أيام، لا تزالين تملكين مثل هذه الحيل، ألا تجدين الأمر سخيفا؟ فيتدخل قائلا: تقنية هذا الرجل التي استعملها للتو كادت أن تقتلني، لهب الهيكل العظمي. فيرد هذا المخلوق الشيطاني وهو يضحك ويقول: لا أحد يستطيع الهروب من قبضتي. اللعنة، إنها تلك التقنية مجددا. وبينما أغلق عينيه لأجد النهاية، الفتاة الجنية تقوم بصد الهجمة، وها هي ذي تصرخ من شدة الألم: زهرة شاندا مانتولو. بعد أن تحملت الكثير من المشقة، ومرة أخرى فشلت كل جهودي المبذولة سابقا، الزهرة سقطت منه، والنظام لم يفلح حتى في استخدامه أو يجد فرصة لذلك. فيتخيل كل ما سمعه من كلمات تنمر من الناس: خاسر، رجل توصيل خاسر، لا تزال كما أنت، وماذا لو عانيت؟ لا تزال مجرد فاشل، كل شيء أنت فاشل. تقول الفتاة قبل أن يقضى عليها: شيلونغ سيدي لن يدعك تذهب. فيرد الشيطان الكبير: هل تعتقدين حقا أن شووي العجوز ستتجرأ على إهانة طائفة شياطين الجثث؟ وها هو ذا يتقدم للقضاء عليها باستخدام مخالبه الحادة. توقفي عن أحلامك، لا أحد يستطيع إنقاذك الآن. ولكن في هذه اللحظات يقف بطلنا بكل قوته، يستجمع رباطة جأشه، وها هو ذا يمسك بمجرفته ويستعد للقتال. غير قد راح لويد الثاني: ألم تكن أنت من استخدم تلك التقنية لحرق الزهرة الآن؟ زهرة؟ أتطلب الموت أيتها الحشرة؟ أنت، لنرى من النظام. تفعيل وضع الشيطان. تتفجر هالة مرعبة من جسده. يتفاجأ الاثنان من قوة الهالة التي ظهرت أمامهم. من الواضح أنه كان مجرد شخص عادي قبل قليل، والشيطان يخاف منه. ما الذي يجري؟ يا له من ضغط مرعب! أنت ما الذي فعلته؟ ألم تقل أن الفانين هم مجرد حشرات؟ أتعتقد أن الصاقلين هم المتفوقين؟ أتظن أنهم يمكنهم فعل ما يحلو لهم، ويمكنهم قتل الأرواح كما يرغبون وكما تشتهي أنفسهم؟ أنت لا تقترب أكثر. لقد قمت بصقل 3 ينابيع للحياة في جسدي، وأنا نصف خطوة من مستوى النواة الذهبية، وهذا الجسم يمثل هيئة فاجرا التي لا تقهر. آسف للمقاطعة، ولكن فاجرا ولا فياجرا؟ اثبت على شغلة. فقط بتلك المجرفة المكسورة في يدك لا يمكن أن تؤذيها. لكن قبل أن يكمل كلامه يتقدم بطلنا بهجمة خاطفة عليه ويقضي عليه. لا، كيف يمكن أن يكون هذا؟ ما رأيك بهذا إذن؟ ها هو غضب إيفان يظهر. تتفاجأ الجنية: هذا الفاني في الحقيقة هزم شيلونغ؟ ها هو ذا بطلنا إيفان يظهر أمامهم بقوة مرعبة. مستحيل، جسدي الذهبي الغير قابل للتدمير، كيف استطعت جرح جسدي؟ استعد من أجل موتك. يتقدم بطلنا مرة أخرى ويضربه بقوة في مجرفته، ضربة لويد القصوى. فيصرخ الشيطان أشد الصراخ. مخلفات هذه الهجمة اخترقت المكان آلاف الأمتار في الأفق، وبعدها دمرت جبلا كانت أمامهم، إذ يقطعه إلى نصفين بضربة واحدة. وها هو ذا الشرير الشيطاني يقع على الأرض، وبطلنا إيفان يقف أمام جثته مخلفا.
مخلفا دمارا كبيرا خلفه. يا إلهي، ما هو مستوى الصقل المطلوب لي ليقوم بضربة مدمرة كهذا؟ فيقول في نفسه إذا هذه قوة 999 مليار سنة من الصقل. وفجأة يتحول وجهه إلى الوجه الغبي ويقول هذا منعش حقا. فتظهر فتاة النظام. دينغ دينغ، المضيف قد استخدم طاقة صقل أكثر بكثير من الحدود الجسدية له. انخفض عمر المضيف الافتراضي بنسبة 44. فيبدو صورته هذه المرة كصورة غبي مفزوع. الاسم إيفان، 16 سنة، العمر 66 سنة، 50 سنة متبقية. المرحلة الأولية لتشكيل الدم. مستوى الصقل 999 مليار سنة. العمر المأخوذ 22 سنة، 6 سنوات متبقية. المضيف الآن لديه سنوات فقط من العمر المتبقي. الرجاء زيادة العمر والقوة البدنية في أقرب وقت ممكن. فيتحول وجهه إلى جوجو ويقول ناني، ما الذي يجري هنا؟ لماذا لم يتبقى لي سوى 6 سنوات من العمر؟ تلتفت الفتاة وتقول سيدي، أخبرتك من قبل باستخدام قوة الصقل بحد أكبر مما يمكن للجسد تحمله. سيقلل هذا العمر خاصتك. تقول هذا وهي تخرج لسانها عابثة. لماذا لم أتذكر هذا؟ إذا مت الآن النظام سينتهي أيضا، ليس كذلك؟ فيما سيفيدك ذلك؟ المشهد الآن في مدينة تيانيو في الصباح الباكر. لقد عدت. هذا غريب. أين هو دافو؟ في هذه اللحظات كان هناك شيطان في العلية يتربص به. الصغير أنا هنا. ما هذا الصوت؟ تعال ساعدني، أنا جائع. أوه شيت، يبدو أنه العم والجد تحول لهذا الشيطان على الأغلب. وقبل مدة نرى النظام يتفاعل مع الفتاة. من واجبي أيضا أن أحافظ على عمر المضيف. إذا هلك المضيف لسوء الحظ، يمكن لهذا النظام أن يبقى مع قوة العمر المأخوذة منه. فحياة المرء تمر في غمضة عين، وسوف يرافق النظام المضيف إلى نهاية حياته. ناني، لقد قمت بخداعي. لكنه يلتفت ليرى الفتاة. شكرا لك لإنقاذي أيها الكبير. ماذا؟ قال الكبير. هل أبدو عجوزا لها؟ انسى الأمر، الآن ليس الوقت المناسب للتفكير في هذا. أحتاج لإيجاد طريقة لإطالة عمري أولا. أيها الكبير، شيلونغ طاردني ل3 أيام و3 ليال بسبب هذا الكنز، والشكر لمساعدة الكبير. وشوانغ هذه ترغب. لا تقول لي راح ترغب بالبونجا بونجا وبعدين يصير عمره طويل ويستمر بالسقط. مستعدة لتقديمه لك، لكنها تتفاجأ برفضه للأمر. لا حاجة لذلك، من الأفضل أن تحتفظي بهذا السيف لنفسك. ولكنها تهدأ وتقول في نفسها السيد الكبير لا يهتم حتى بالكنز الذي خاطرت بحياته لحراسته. ولكنه فجأة يقترب منها أكثر. انتظري أنت، هل لديك أي حبوب أو أدوية لإطالة العمر؟ تبا لك أيها البطل. أنا عبالي راح تروح وتطلب منها أنه تمسح دموعها وبعدين تطلب منها الزواج. وصفة. أيها الكبير، ليس لدي أي من هذه الحبوب. فيلتفت متعصبا. لا بأس، يمكنك الذهاب. سأظل هنا وحدي لأفكر لفترة. السيد الكبير، لا يزال لدي 5 حبات العلجوم اليشم من الدرجة الثالثة، والتي لها آثار إزالة السموم والشفاء. هل ستكون مفيدة لك؟ حقا هذا سيكون مفيدا. بطلنا شكل وقح. يمكن نسمي الحكاية الصاقل وقح. اقترحوا لي بالتعليقات، ممكن أغير اسمه. في أعماق وادي جبل التنين العظيم هالة عظيمة تخرج من هذا الجبل. وبينما تستمر الهالة بالخروج من المكان، نرى بعض الشياطين. لقد تم قرع الجرس الرحيم. ويقول آخر قصر الإمبراطور الخالد الرحيم قد ظهر. أصوات هذه الأجراس تنتشر في المكان، إذ يقول أحد الرجال يبدو أن هذا يأتي من اتجاه جبل التنين العظيم. ويقول ذو رأس الباذنجان إذن قصر الإمبراطور الخالد الرحيم مخبأ في جبل التنين العظيم. وبينما يستمر الصوت، يقول أحد المقنعين ميراث الإمبراطور الخالد لا يجب أن يقع في أيدي الطوائف الأخرى. إلى جميع التلاميذ أسرعوا في الدخول. ولكن قبل أن يكمل كلامه يتم تقطيعه حرفيا من قبل كيان أقوى. أنا لم أتحدث بعد، متى حان دورك لتكون مزعجا هكذا؟ يتقدم الكيان الغامض باي كوي. هل وصلنا إلى جبل التنين العظيم أم لا؟ يرد باي كوي نعم الشيخ شي، يقبع أمامنا جبل التنين العظيم. رمز حياة لونغ إير قد تحطم، وقد انتشرت روحه في جبل التنين العظيم. من ذا الذي يجرؤ على قتل لونغ إير؟ سأقتله بنفسي.
هيا بنا انزلوا جبل التنين العظيم. يقول هذا بعد أن كشف عن وجهه القبيح. شكله يشبه هذا الشرير الموجود بدوك فليد. الانمي قديم جدا من زمن جدي وجدك، يعني ما حد يعرفه. أنا شلون عرفت؟ لا تسألني، أنا كبير ترى مو صغير. بعدما ظهر الشيطان يهجم عليه مرة واحدة، لكن في هذه اللحظة يتدخل شخص آخر يبدو عليه القوة. ابتعد عن الطريق. يتفاجأ بظهور العم جده، والذي لم يتوقع أحد من يكون شكله بهذه القوة، فيضربه ضربة قوية يغرسه حرفيا في الأرض كالشجرة. العم شو؟ ما الذي تفعله هنا؟ وأخيرا نرى وجه العم شو إذ يقول بشكل جدي: دافو على وشك أن يتحول إلى زومبي، لا تدعه يعضك مطلقا. قصة زومبي ثانية. هو ذا بالفعل يتحول لزومبي وحش ويهجم عليهم. أوه لا، أرجوك يا دافو خذ الدواء بسرعة. فيلقي بهذا الدواء إلى داخل هذا الشاب، وبعد لحظات يحصل انفجار كبير. لقد تبدد سم الجثث ويعود الشاب كما كان. أين أنا؟ أتذكر أنني تعرضت للعض من جثة شيطانية. لقد تعرضت للعض، لكن لحسن الحظ وجدت حبة العلجوم اليشم في الوقت المناسب، لذا لم تتحول إلى زومبي بالكامل. شياوي. ملاحظة، شياو معناها الأخ الأكبر، يعني للي ما يعرف. استخدمت حبة علجوم اليشم علي. حرفيا يبكي ويذهب لاحتضانه. أنت كريم جدا يا أخي. هاي، ما الذي تفعله؟ أنا لست منجذبا للذكور، لا تقترب مني وأنت عاري الجسد. فيقوم بضربه مرة أخرى لإبعاده عنه. ابتعد من هنا. أوه حسنا. دينج، إشعار النظام. ما هذا؟ هل هو إشعار من النظام؟ الاسم شودافو، العمر 17 مستوى الصقل، المرحلة المتأخرة من عالم التأسيس، لديه مظهر فخور به. تظهر الفتاة أخيرا وتربط على رأسه. هذا بالتأكيد هذه مهارة إضافية للنظام. كلما اقترب الصاقلون من المضيف سيقوم النظام تلقائيا بمسح وعرض معلومات الطرف الآخر. بالطبع يمكن للمضيف أيضا اختيار إلغاء هذه المهارة. ما أدري ليش ما ارتحيت الفتاة النظام هاي، شكلها شريرة. لماذا سألغي تعطيلها؟ هذه مهارة مذهلة تتيح لي رؤية مستوى صقل العم شو. يربط الفتى على رأسه ويقول: العم السابع، أنت هنا؟ أوه، حمدا لله أنك بخير. دينج، الاسم شو باتيان، العمر 42، مستوى الصقل منتصف، مرحلة الروح الناشئة. فيقول في نفسه: منتصف مرحلة الروح الناشئة. كنت دائما أعتقد أنك وابن أخيك مثلي مجرد أشخاص عاديين. لم أتوقع أبدا أنك ستخفي حقيقتك بهذا الشكل، لكن من الآن فصاعدا أنا ملك التباهي الأسمى، من لا يمكن هزيمته. فيتحول هو مع النظام إلى هانكو أو شرشبيل. المشهد الآن في صيدلية التنين. صاحب متجر الأدوية ييشياوزي زوجته هنا، إذ يحملها العديد من الرجال كما لو أنها زوجة فرعون. يتعبون كثيرا في حملها لأنها حرفيا بقرة سمينة جدا. واسم هذه السيدة هي السيدة رونغ، خياطة الثياب، تاجرة العبيد. هسه ما أدري إيش دخل الخياطة بالتاجر العبيد، بس يلا أوكي نمشيها. وبعد أن يراها بطلنا يقول: هاي، ما بال هذه الزوجة؟ فيرد شودافو: هل من الواضح أنها الزوجة التي على العرش؟ إنها مثيرة للغاية. شياوي، لديك ذوق جيد حقا. فتقول السيدة رونغ: صراحة محتار شلون أنطيها صوت لأنها شبه مسترجلة وسمينة. أخبرني والدك قبل أن يغادر بالبحث عن شخص لرعايتك، واليوم وصلت دفعة جديدة. تبا لك ولأمثالك أنت وذوقك. انظروا جيدا ونرى العديد من الفتيات الحيوانات الجميلات جدا، واللواتي يباعن على شكل عبيد. سيدتي، دعيني أختار أولا. اسمحوا لي أن أختار سيدة رونغ. لا أريد فتاة، وليس لدي خطط حاليا للزواج أو الإنجاب. لا تتظاهر بالاستقامة أمامي، حيث أنني سمعت من والدك أن لديك بعض الأشياء الجيدة تحت وسادتك. ايش تقصدين يا خالة؟ وليش تتدخلين بالشغلات الموجودة تحت وسادتي يعني؟ لكن بعدما فضحته في أمة محمد وفي فيسبوك وتويتر وتيك توك، يقول صاحبه وهو يستفزه إذ ينكزه ويقول: شياوي، ماذا لديك تحت وسادتك؟ هيا اعترف. فيخجل خجل عمره ويقول: لا شيء هناك، لا شيء حقا. وبعدها يفكر: ما هذا؟ ليس هذا، وليس هذه أيضا. نعم، هذه الفتاة. تبدو فتاة شقراء، مينيون صغيرة، ثعلبية الشكل، وذو عيون خضراء واسعة.
إذ يمد يده عليها. ماذا؟ أنا ييفان. ما هو اسمك؟ يحتاج متجري للأدوية إلى شخص يساعدني في إدارته. هل ترغبين في البقاء والمساعدة؟ ولكن وفي نفس اللحظة يتفاجأ بأن الفتاة تقوم بمسكه بقوة بسرعة. تشونغ لينغ إير. اسمي تشونغ لينغ إير. أستطيع فعل أي شيء، من فضلك دعني أبقى معك. لم يتفاجأ من يأسها، خصوصا بكونها عبيدة وتتعذب باستمرار. حسنا. فيقول صاحبه شودافو: سمعت من لي شي أن شياوي يحب الفتيات الأصغر سنا. يبدو أن الأمر كان صحيحا. لقد قال للتو أنه لا يريد واحدة، والآن هو مشغول بها تماما. فتقول الشمطاء السمينة: هل يجب أن أجد واحدة جميلة لك مثلي؟ لك يا عمي وابن أخي. أعوذ بالله. فيتفاجأ العم وابن الأخ فجأة أمرهم: لا ليس هناك حاجة، نحن لسنا مهتمين بالنساء أبدا. اتخلوا عن ميولهم بس لأنه هاي الشمطاء هنا. تشونغ لينغ إير ابنة السماء المختارة، تمتلك دما ملكيا فطريا ولها مستقبل لا حدود له. تشو لينغ إير موهبة لها مستقبل غير محدود. يبدو أنني فزت بالجائزة الكبرى. المشهد الآن في سلسلة الجبال المنقسمة عند جبل دالونغ، وفي مكان ما قرب هذا الجبل نرى شيطانا يشرب الدماء، وشياطين آخرين يقول ذو قلنسوة: تلك هي رماد شيلونغ. ويقول الآخر ذو ندبة على وجهه: الابن الوحيد للشيخ شيو، حتى أنه لا يوجد أي أثر لجثته في أي مكان. وسيد الشياطين يفعل تقنية ما، التقنية السرية تتبع أفراد سلالة الدم، يظهر طاقة هائلة جدا ويفعل هذا الدم بينما يضحك. هذا الاتجاه هو نحو مدينة تيانوو، وبنية قتل مرعبة يقول: عندما أجدك سأجعلك تعرف ما هو طعم الرعب الحقيقي. صيدلية مدينة تيانوو في جو مشمس وغائم جزئيا. الفتاة الجميلة تتمشى في المكان مسرعة. هاي لينغ إير، أخي هل ترغب في كوب شاي؟ وتظهر في أبهى حلة لها، ولا تبدو أبدا كعبدة قبل يوم. والله شكلها حلوة كثير، لولا أنه ما أعرف عمرها، يعني خاف يجي ال FBI يسعى علينا. لولا وجود النظام، من الذي كان سيعتقد أن هذه الفتاة البريئة ستكون تجسيد لإمبراطورة سماوية؟ فيعطيها كتابا ويقول: هذا كتاب الطائر الخالد المقدس، تم توريثه لي عن طريق معلمي، هل ترغبين في محاولة ممارسته؟ تتردد الفتاة ثم تأخذ الكتاب. هل يمكنني حقا تجربته؟ لقد كنت أتدرب على هذا الكتاب لمدة 3 سنوات، وقد اكتسبت بعض الأفكار منه. إذا كان لديك أي أسئلة. ولكن قبل أن يكمل كلامه، وبينما كانت تقرأ مجرد لمحات من هذا الكتاب، يرى باستخدام النظام بأنها تتنقل بين المراحل: المرحلة المبكرة من صقل الدماء، المرحلة المتوسطة من صقل الدماء، المرحلة المتقدمة من صقل الدماء. أخي أخشى أنني لن أستطيع التدرب عليه. مستوى صقلها قد تقدم فجأة. هل هذا هو الفرق بين العباقرة والأشخاص العاديين الزبالة؟ أخي ما الذي حدث لك؟ لماذا تحولت إلى سلحفاة حزينة؟ أعطيني لحظة لوحدي، أحتاج للهدوء. يعيش خيبة أمل من الحياة كلها. نفس شعورك لما ترسب وبعدين تلقى ابن خالك صاير الأول على العراق كله. عند بوابات مدينة تيانوو يلاحظ أحدهم تغيرات في السماء. هل الظلام يزداد أم أنني يتخيل ذلك؟ كان كل شيء على ما يرام للتو. لماذا تغير الطقس فجأة؟ هي ما هو ذاك الشيء هناك؟ انظروا. ونرى غيمة سوداء مشؤومة تنطلق منها وحوش غريبة. هذا نيران الجثث اللهب الخالد لأرواح الأموات. يصرخون جميعا بعدما تحولوا إلى هياكل عظمية محترقة، وبعدها تظهر شياطين عديدة في الأرجاء. وحوش الين، إنها وحوش ين من الدرجة الأرضية من طائفة الموتى. يا إلهي، لماذا هناك الكثير منها؟ كيف ينبغي أن نقاتلها بحق خالق الجحيم؟ يتم إحراق جزء كبير من الطائفة، وكيان آخر يتابع الموضوع من أعلى جر. يبدو أنه العم الكبير للشياطين. أيا قاتل ابني، أعلم أنك تختبئ في هذه المدينة. اليوم سأذبح مدينة تيانوو بأكملها وأجعلك ترافقين ابني في الجحيم. يعني أنت تعرف أن ابنك بالجحيم، بس تريدها هي تموت وتروح للجحيم. منطق. أب عادل يعني على قلبك نخوة وتريد تنتقم لابنك. وفي هذه اللحظات كان بطلنا يحاول الاسترخاء. طائفة الموتى، يبدو أنه تبقى القليل منهم. يبدو أن علي أن أضحي بالمزيد من عمري. ييفان مستوى صقله 999 مليار سنة من الصقل. العمر المتبقي 6 سنوات.
فبعدما هجمت الشياطين هم الناس يهلعون ويبكون ويهربون دون أي مكان للهرب. ما هذا؟ أرواح الجثث، إنها أرواح الجثث، ساعدوني أمي، دعني يذهب. لا. والطفل يبكي ونساء يبكون وحتى الرجال. أنا لا أستطيع التحرك. مدينة تيانو بأكملها أصبحت قبر ابني، فلتدفنوهم جميعا معه. هذه كانت أوامر زعيم الشياطين لهذه الأرواح لتدمير المدينة. في هذه اللحظة في متجر إيفان الطبي يبدو المكان هادئا. يقوم إيفان حاليا بإرشاد تشونغلينغ إير في تدريبها، وبينما كانت تسقل هو يفكر. يبدو أنه من الصعب التعامل مع هذا الرجل من خارج المدينة، على الرغم من أن لدي نظام تدريب خارق، إلا أنه في كل مرة أستخدمها يكون هذا على حساب حياتي الخاصة. يجب علي أن أتحكم في كمية الطاقة المستخدمة كل مرة. إذا استخدمت مثل تلك الضربة القوية مرة أخرى أخشى أنني سأموت حقا. ويتذكر عندما استخدمها لقتل ذلك الشيطان. ربما يجب أن أحظى ببعض الراحة أولا. الرأس، اليدين، الساقين. هذا لا يبدو أن أي شيء تغير، ولكنه يتفاجأ فجأة عمره بما يحدث في الخارج. اللعنة، ما هذا بحق خالق الجحيم؟ يبدو وكأنه أتى من خارج مدينة تيانو. هل قمت بتمسيق الفضاء بمجرد لمسه بشكل خفيف؟ إذا لنحاول حقن الطاقة في العينين. هذا مذهل، يمكنني مراقبته ومشاهدته على بعد آلاف الأميال بنظرة، وكلما أضفت المزيد يزداد مقدار ما أستطيع رؤيته، حتى السماء صافية تبدو واضحة كالشمس. انتظر دقيقة. هذا العين المقدسة يبدو أن لديها قدرة للرؤية بالأشعة السينية. ينظر باتجاه الفتاة التي تسقل. وضعية الصقل هذه صعبة للغاية. هذا استغلال غير لائق. يلا نمشي. فينزف الدماء من أنفه. يا لها من أداة أثرية مقدسة. أخي فان، لماذا تنزف هكذا فجأة؟ أنا بخير يا لينغ إير، إياك والتحرك من مكانك. أخي فان، ما الخطب؟ هل هناك أي مشكلة مع طريقة تدريبي؟ ما نريد نشوف فضايح، أرجوكم تكفون. وفي هذه اللحظات يشتعل الشيطان غضبا. يبدو أنه لن تتاح لك الفرصة لرؤيته، ذلك اللعين مرة أخرى. وها هو ذا يظهر خلف شيخ ويقوم بقتله. أيها اللعين، لورد المدينة لن يدع هذا. ما هذا الشيء المزعج؟ فلتمت هنا. ويقوم حرفيا بالتخلص من جسده. القادم هو هدم مدينة تيانو بأكملها. شيو من طائفة الموتى، يبدو أنك جئت تسعى للثأر مني. أخي فان، ما الخطب؟ لينغ إير، الآن هي اللحظة الحاسمة لصقل جوهر الخاص بك. عليك التركيز. حسنا أخي فان. هاي منافسها لينغ إير لبزوفان، نفس الاسم يعني، وتشبهها بالبراءة. نحول صوت لصوت زوفان؟ لا مو لهالدرجة، خليها خاصة لزوفان أو لبعض الشخصيات المهمة. بالطبع لا يمكننا أن ندعه يتصرف كيفما يشاء. دعنا نرى كيف ستستطيع أن تصمد أمام قوتي. فبتفعيله للتقنية الخاصة به يشعر الشيطان بشعور غريب. ما هذا؟ شرارة قوية تنزل من السماء على شكل كف عظيم. هذه الهالة، الكيانو القوي الذي أتى وقتل ابني. ما هذه التقنية؟ كيف له أن يمزق الفضاء؟ هل يمكن أن يكون ممارس في عالم الفراغ؟ وبينما كان على وشك أن يتم الدهس عليه يقاوم باستماتة. من فضلك توقف سيادتك، أنا أحد شيوخ طائفة الموتى، حتى لو كنت محترم في هذا العالم الفاني. إهانة طائفة الموتى ستؤدي حتما إلى الإضرار بك. لماذا لا نحاول التفاهم؟ نتفاهم. هل تمزح معي؟ تبا لك ولطائفة الموتى الخاصة بك، أنتم لستم شيئا أمامي. ويعطيه الإصبع المحترم، وبعدها يلتقطه بطرف إصبعه كنملة وحشرة صغيرة. لا يمكن أن يتم إذلال الحكام. فيقوم بعضه بقوة من طرف إصبعه. دعنا نتقاتل أيها الشيطان اللعين. من الشيطان؟ أنت الشيطان. هذه الضربة ليست مؤلمة ولا تحكني حتى. هل هذا كل ما لديك؟ لقد خيبت ظني. فلتتحول لرماد الآن. وبالفعل بدوسه بنهاية طرف إصبعه ينفذ تقنية أخرى. شخص في مرحلة التحول الحاكمي، لا شيء يذكر أمامي. أهلا، المضيف استخدم ورقة تفوق قدراته. انخفض من عمر المضيف 5 سنوات. سيد المضيف، لم يتبقى سوى سنة
تبقى سوى سنة واحدة من عمرك لا تعيشها. خيال مستفزة. اوكي اكيد راح يصير شيء ويخلي عمرنا يرتفع ل1000 سنة. خلينا نشوف ونتأمل خير. إذ تقول الشقراء: يبدو أن بعض القوة تتدفق في جسدي، أشعر بالدفء. يبدو أنه يعمل. إنه يقوم بتسريب جزء من طاقة صقلي إلى جسد لينغ إير على طول خطوط الطول خاصة ببطء، وبهذا يمكن زيادة قوة لينغ إير بسرعة. وبينما يقوم بزيادة قوتها تقوم بإصدار أصوات غريبة. لينغ إير توقف عن إصدار أي ضوضاء، لأن يكون من الجيد أن يسمع الجيران بهذا. عند بوابات مدينة تيانوو ما زالت الشياطين تدمر المكان بأكملها وتنشر الموت والرعب. وهذا الشخص هو بينغ فاي، قائد وحدة مدينة تيانوو. دافع عن مدينة تيانوو وقومي بتحويل هذه الوحوش إلى رماد، فيطلق تقنيته الخاصة لهب العنقاء. ألسنة لهب العنقاء تبتلع السماوات، وبإلقاء لهذه التقنية يقوم بمحاربة الشياطين الموجودة. إنه القائد ممتاز. حطمي ذلك الرضيع الشبحي. أنا بينغ فاي رئيس حرس المدينة. ثم يقول في نفسه: أنا لا أعرف أي شخص قوي من طرف طائفة الموتى قد جاء إلى مدينتنا تيانو. لماذا لا تتوقفون؟ يرد ملك الشياطين: طفل صغير دخل للتو مرحلة الروح الناشئة يجرؤ على أن يقول لي شيو أنا توقف. يا لها من مزحة. كده هو الأمر إذن. اتضح أنه الشيخ شي. أتساءل كيف أهانت بلادي طائفتك. لورد المدينة تشو لم يعد إلى مدينة تيانو بعد، وإذا حدث أي شيء فيجب على سيادتك أن تنتظر لورد المدينة ليعود. يتفاجأ فجأة عمره. خصم 5 سنوات. لماذا كل هذا؟ لقد قمت بالفعل بالتحكم في كمية الطاقة التي أطلقتها، وتقوم هي بحساب الفاتورة. النظام يمنحك مهارات المسح الضوئي، مهارات البصر الحاكمية، ويمنحك المهارة لاستخراج الجوهر والنخاع من الفتيات الصغيرات. استخراج شنو؟ هناك أيضا المهارة لتمزيق الفضاء بيديك المجردتين لسحق الساقلين هذا كثير. كل هذه المهارات تستهلك حيويتك بشكل كبير. ما هذا بحق خالق الجحيم؟ يا أنت، هل أنت فرد من السوق السوداء أم أنت مخادعة؟ مع كل هذه الوقاحة بحق خالق الجحيم، لكنها تغير ملامح وجهها وتبكي. في كل مرة تتصرف فيها يكون الخيار للمضيف. أنت توبخني أن لن أساعدك بعد الآن. تبا لك يا بطلي. تخلي هاي اللطافة تبكي فيتحول على حجر فورا، وكأنه قد تم سحره بسحر ميدوسا. تحول إلى حجر. كيف يمكن لهذا أن يكون خطأي؟ عادي يا حبيبي، بس هاي النظام عندها انفصام شخصية. الصغيرة الشقراء لينغ إير تقول: أخي فان، ماذا كنت تفعل الآن؟ أنا لقد خدعتني مصاصة دماء شريرة. لا، يجب علي أن أحضر بعض أدوية لزيادة العمر بسرعة. جناح وانغ باو لبيع الحبوب والإكسيرات. وقرب هذا المكان يوجد رجل يصقل، وهو ذا يستخدم تشكيل الدفاع الصلب. يفعل تقنية غريبة ويفعلها بكل قوته. انتهيت. لا أحد يستطيع الدخول والمغادرة خلال الساعتين القادمتين. الآن لا أحد يستطيع الدخول، ولكنه يتفاجأ بدخول أحدهم. جناح وان باو يجب أن يكون موجودا في هذا الزقاق. كيف يمكن لبشري عادي بدون طاقة روحية أن يمر من خلال هذا الحاجز؟ هذا الرجل تحذير. هناك صاقل في مرحلة التأسيس بالقرب منك. فيلتفت إليه غاضبا بينما يستعد الآخر للهجوم عليه. أغلقيه، أوقف الفحص الآلي. فيفتح مع النظام اتصال فيديو. كان نظام المسح الخاص بك يخصم من فترة حياتي طوال الوقت، أليس كذلك؟ نعم، ولكن هذه هي المهارة العملية التي منحها لك هذا النظام، ويكلفك هذا فقط قليلا من عمرك، ومع ذلك لا تزال تشتكي. صراحة يعجبني هذا النظام، يعني المفروض النظام ياخذ منك شيء، ما يكون كل شيء مجاني، صح ولا لا؟ فيغادر غاضبا. أطفئيه من أجلي. تشغيل تطبيقات الخلفية مضيعة للوقت والعمر. لن أعرف حتى متى خدعتني حتى أموت. هل هذا الرجل مجنون؟ ربما أن الحاجز تم تفعيله مؤخرا ولم يعزل المكان بالكامل حتى الآن. يجب أن يكون هذا هو السبب. فيتوقف عن الهجوم عليه. داخل جناح وان باو، الصخب والفوضى. الجميع
فوضى. الجميع تعالوا والقوا نظرة بينما تمرون. أفضل الدروع والأسلحة لدي، اشتروها من عندنا، خذوا 2 والثالث مجانا. واو، جناح وانباو هذا فخم حقا. لم يتبقى لي سوى سنة واحدة من عمري. مع مثل هذه الأشياء المتنوعة هنا يجب أن يكون هناك شيء لزيادة العمر، وإلا في المرة القادمة التي أقوم بأي شيء سأكون على خيط بين الحياة والموت. هذا الزبون، ألديك شيء في بالك لشرائه يا سيدي؟ أعوذ بالله، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. ما هذه الشيطانة الجميلة؟ أنا مديرة الجناح لفرع جناح وانباو هذا في مدينة تيانغو، واسمي يوان هونغينغ. لا تتردد في سؤالي عن أي شيء تحتاجه. يا لها من امرأة مثيرة. نعم، هل لديكم أي تقنيات صقل أو حبوب يمكن أن تزيد من العمر؟ حبوب زيادة العمر أو الإكسير ستفي بالغرض. السيد الشاب، طرق إطالة الحياة في عالم الصقل ثمينة جدا ونادرة جدا أيضا. حاليا جناح وانباو ليس لديه أي منها للبيع. تقول هذا وهي تدخن بهذا الشيء الذي يشبه ما يستعمله باباي. يمكن أغلبكم ما يعرفون باباي هو شيء قديم، وبينما كان ينظر على هذا الإكسير في استماتة لم أكن مخطئة في شكوكي. اتضح أنه فان لم يكن حتى في مرحلة صقلتي. يا فتى، حبوب طول العمر ثمينة، لكل واحدة تحتاج إلى 1000 حجارة روحية من الدرجة الدنيا. 1000 حجارة روحية منخفضة الدرجة، ليست مكلفة إطلاقا. ويقول في نفسه هذه غالية جدا. أتذكر أن القصر في وسط مدينة تيانغو كان فقط بحوالي 20 أو 30 حجر روحي من درجة منخفضة. ماذا سأفعل الآن؟ إذا لم يكن لدي المال ربما يجب أن أقوم وأقول أنني بحاجة للعودة للمنزل للحصول عليه والتسلل بعيدا في وقت لاحق. وبعدها تخطر له فكرة شيطانية. سيدة الجناح، ماذا لو عقدنا صفقة؟ أي صفقة؟ وتقول في نفسها ما الذي يمكن لهذا الفاني أن يعطيني؟ وبعدها بلحظات يظهر 2 يبدوان قويين، وفي الطرف الآخر يظهر الحرس. من أنتم أيها اللعناء؟ كيف تجرؤون على التصرف هنا هكذا في جناح وانباو؟ اقتلوهم جميعا، لا تتركوا أحدا حيا. وبالفعل يبدأ الهجوم عليهم فيتم تقطيعهم بلا أي رحمة. مجرد 3 صاقلين يجرؤون على سرقة جناح وانباو. توقفي عن التظاهر وان هونغينغ. عرفنا منذ زمن طويل أن الشيخان اللذان يحرسان جناح وانباو ذهبا إلى جبل دالونغ ليحصلا على فرصة من أجل أن يصبحا أباطرة خالدين. الآن أنت الوحيدة الموجودة هنا. 3 سنقتلك اليوم. يبدو أنك خططت لهذا مسبقا. لكن هل تعتقد حقا أن وان هونغينغ سهل التعامل معها؟ كن حذرا، هناك شيء غريب بشأن هذا الدخان. وبالفعل يتم ضربه بقوة كبيرة برفسة من قدمها اللامع، فيتم إصابته بنية القتل المرعبة هذا، وها هو ذا يسقط على الأرض. وبينما الآخر فكر في الهرب. إلى أين تنظر يا هذا؟ تعال إلى هنا أيها الثاني. فينال الثاني نصيبه من رفساته القوية، وها هي ذي تظهر خلف الثالث. أيها الثالث، سأذللك أيضا. ويقوم بضربه هو الآخر رفسة قوية على رأسه، إلا أنه لم يتأثر، وها هو يضحك. سيدة وان، لقد قللت من شأني كثيرا. فيمسكها بقوة ويعصرها حتى النخاع. لا أستطيع سحب قدمي للخلف. قابض الجبال. ما حد يفكر لفراسي. رائحة زكية جدا يا سيدة وان، لم تتوقعي هذا أليس كذلك؟ اللعنة. فيتدخل بطلنا ليستغل هذا الوضع. 3 حبوب لإطالة العمر في مقابل الحماية لجناح وانباو مرة واحدة. أنت مهتمة الآن؟ إن كنت تستطيع حقا حماية جناح وانباو خاصتي فانس أمر 3 حبوب، حتى 300 حبة لن تكون مشكلة. حسنا، أنا إيفان سأتولى هذه المهمة. تخرج فتاة النظام. حان وقت الحصاد مرة أخرى. الابنية هاي تفكرني بمثل يقول لا تأمن على الصغير يمكن يكون شيطان، وهنا عندنا شيطانة حقيقية. ماذا؟ لم يتبقى لي سوى سنة واحدة لأعيشها. لا حاجة للقلق كثيرا، مع تبقي سنة واحدة فقط التعامل مع هؤلاء الضعفاء أكثر من كاف. يا للهول، أنت تشجعينني لأستخدم قوتي.
إنني لأستخدم قوتي مرة أخرى. إذا أسأت تقدير الكمية أكثر من اللازم قد أموت فعلا. هل يجب أن أستخدم إصبعي الصغير أو خصلة من الشعر أو ربما أطلق ريحا وأجعلها تنفجر؟ هو أنت بتتكلم جد؟ وها هو ذا يتعدى عليها. أنت يا لك من امرأة سخيفة، هل حبيبك هو هذا الأحمق داويان جاي؟ اذهب واعتني بذلك الفتى. لا مشكلة، شاهدني وأنا أقطعه إلى قطع صغيرة. يا لك من شخص جاهل لا يعرف علو السماء فيهجم عليه الاثنان مرة واحدة. فلتعاني ولتصرخ فسأجعلك مجرد جثة هامدة. يهجمون عليه مرة واحدة إذ نرى بأن جسده قد ثقب في أماكن عديدة، وذلك بعدما أطلقوا طاقتهم. لقد فقدت الأملك الأخير في النجاة يا فتاة. ذلك الفتى النتن قد تحول إلى غبار بحلول لان. يا له من عرض هذا الفتى. ما الذي حاول إثباته؟ إن ذلك يستحق، ولكن في هذه اللحظة حرفيا يولد من دمره. لقد قررت أخيرا أن أتعامل معكم. سأستخدم غلاية سيدة الجناح وان. هذا مستحيل. كيف تمكن هذا الفتى من الهرب؟ سأقتلك هذه المرة بكل تأكيد. وبينما يهجم عليه يهجم هو الآخر. لما أنت دائما كثير الهراء؟ ألم تتعب من ذلك؟ تذوق طعم هذا. ويرميه بقوة بهذه الغلاية تقترب منه وتقطعه إلى نصفين حرفيا. لا، لقد استعملت الكثير من القوة مرة أخرى. ماذا؟ بمجرد رمية عادية فقط حطم اثنين من خبراء في منتصف مرحلة التأسيس. هذه هي قوته الحقيقية؟ أنت تبا لك. لا تقترب أكثر وإلا سأحطم رأسها. هل تعتقد أن لديك القدرة لتهددني؟ مجرد أحمق. فبمجرد تلويحة من يده يقوم بقطع ذراعه. وهو ذا يصرخ من الألم. أولئك الذين قاموا بإهانتي سيذوقون أشد العذاب من الموت نفسه. وبعدها ترتفع الغلاية في السماء والرجل يصرخ حرفيا بعدما وقعت على فمه. لا أرجوك أخرج هذا الشيء. ويتم تفجيره من الداخل. غلاية التبغ هذه تعود لرئيسة الجناح وان. لا ينبغي أن تبقى مع أمثالكم أيها الحمقى الضعفاء. هذا كل شيء. قتل المضيف 3 مقاتلين في مرحلة التأسيس وتم أخذ 2 من عمر المضيف. هذا ليس سيئا أبدا. لم أستخدم الكثير من طاقة حياتي من أجل أن أتعامل معهم. وفتاة النظام الشيطانية تشعر بالقلق والخيبة. بمثل هذا القدر الصغير من العمر لن أكون قادرة على تحقيق مؤشرات الأداء الرئيسية لهذا الشهر. هاي شنو عندكم مسابقات بعالم النظام واني ما أدري؟ فيقوم بملاعبتها وتعذيبها قليلا. سأسيطر على مقدار قوتي. ني9، أنت لن تقضي وقتا طيبا في استغلالي بعد الآن. ويتبين بأن اسم هذه الفتاة هي ني9. ماذا تفعل؟ لقد تورم خدها بسبب قرصك له كثيرا. سننتظر ونرى إذن. وبعدها تختفي. يلتفت إليها والتي تبدو متعبة قليلا. الصغيرة وان هونغ يينغ تشكر الكبير بصدق لمساعدته. الرجاء قبول هذه الحبوب 12 لإطالة العمر. تقول هذا وهي تقدم جل احتراماتها. 12 حبة ستعطيني 3 سنوات فقط. يجب أن أفكر في حل آخر. هل لديك أي تقنيات لتدريب الجسد هنا؟ كبار الصالحين العاديين يمارسون الأساليب الطاوية والتقنيات الخالدة لتطوير صقلهم والارتقاء في العوالم. إنهم لا يهتمون بالتقنيات فقط لتقوية الجسم. وقد فقدت العديد من التقنيات تكرير الجسم منذ فترة طويلة. لذلك لم يعد جناح كنزو وان باو يجمع مثل هذه التقنيات. على أي حال، إذا كان هذا يحتاجه السيد فإن جناح كنزي وان باو لن يدخر جهدا في إيجاده لك. قوة هذا السيد الكبير لا يمكن فهمها ونحن مستعدون لمساعدتك في أي شيء. لكن بطلنا ما زال يفكر ويريد تقنية الصقل، ولكن وفي نفس اللحظة يتم ضربها بقوة وإبعادها عديد الأمتار. يلتفت بطلنا إلى مصدر الطاقة. يا فتى، لديك بعض الجرأة لتجرؤ على قتل أخي أحد أفراد قرية الرياح السوداء. سأجعلك تدفع ثمن حياتك على ما فعلته. صدقني ما أعرف ليش مسوي هذا الصوت، بس حسيت الشخصية تريد تقول كذا، يعني مو أنا. مرحلة التحول الحاكمي. تجسيد سيد قرية الرياح السوداء شيونغ دا. تقول السيدة وان إنه هو شيونغ دا. لقد زرع تجسيد من نفسه داخل جسد شيونغ إير. اللعنة.
اللعنة، كيف له أن يهاجم هكذا؟ لا يدخر أي جهد ويهجم عليه مباشرة. نيناين، كم يوما أحتاج للتعامل مع هذا الرجل؟ شهران، 3 أشهر، 6 أشهر، هيا خمن. إذا لم تتخذ أي إجراء ذلك الرجل سيهاجم مرة أخرى. شعلة نهاية العالم. ماذا يجب أن نفعل؟ ماذا لم يكن هذا كافيا؟ مئات من العمر تنقص منه في هذه الأثناء بسبب الإصابة. استعد للموت يقوم بضربه بقوة كبيرة، وها هو ذا يستعد لكي يمسك به. سآخذ لكمتك وجها لوجه في حياتي، لقد أجبرتني على هذا، تبا لك. فيبتلع الحبات. هيا يا حبات إطالة العمر، لقد انتهيت من هنا. أنت مجرد حشرة لا تزال تريد المقاومة، إذا شاهدني ومزقك عرباني. أشهر قوة المليارات من قوة الصقل. فيفعل بطلنا إيفان الصاقل الجبان تقنية الإصبع المزدوج المحترم، فيقوم بإصابته بمصاب عظيم. لقد أجدت نفسي مرة أخرى، ما زلت لا أستطيع التحكم بها بشكل صحيح. المضيف إيفان، العمر الحالي 2 و3 أشهر و21 يوم. تم تناول حبوب إطالة العمر. وقت الاستيعاب 0. المشهد ما زال داخل جناح وانباو، وبعد هذه القتالات أصبح المكان مجرد خرابة. السيد الشابويي، أتوسل إلى السيد الشاب لمساعدتي في تنقية جوهري وجسدي. لماذا يجب أن نساعدك؟ أيها السيد الشاب، أنت لا تعرف بشأن ذلك. كنت في الأصل الوريث المباشر لجناح وانباو، لكني تمت مهاجمتي وأصبح مركز طاقتي مليء بالسم، مما تسبب في انخفاض مستوى صقلي عاما بعد عام، وقد أصبحت منبوذا من قبل جناح وانباو لسنوات عديدة. إذا كان سيد الشباب على استعداد لمساعدتي، فأنا سوف أساعد السيد الشاب على الحصول على أفضل عنصر لإطالة العمر في كامل جناح وانباو. وبعد لحظات من التفكير يغادر المكان، لكنها تصر. السيد الشاب، ألا تريد؟ ماذا؟ هل تريدين تنقية جوهرك وجسدك هنا في القاعة؟ حسنا، لا، رجاء اتبعني من هنا يا سيد الشاب. هناك غرفة متاحة في الخلف. ها هي يا سيد الشاب، ما رأيك بها؟ هل هذه الغرفة واسعة بما فيه الكفاية؟ هل يحتاج السيد الشاب إلى أي شيء مني؟ هل يجب أن أعد بعض الأدوية الروحية الكنوز السرية أو تشكيلات لي؟ فيقاطعها بوجه الصاقل الطيب. لا أحتاج أي من هذه الأشياء الكثيرة من أجل تنقية الجوهر والجسد. حسنا، فقط استلقي هناك. ماذا؟ استلقي؟ مهلا، هذا أليس هذا غير لائق صحيح؟ هل ما زلت تريدين فعل ذلك أم لا؟ سأفعل ذلك. معقل طائفة الرياح السوداء. نرى الرجل يبصق الدماء حرفيا. من هو ليكون قادرا على كسر روحي وأنا بهذا المكان البعيد؟ هل يمكن أن يكون في مرحلة الروح الناشئة؟ لا، ربما أقوى من الروح الناشئة. إذا كان خبيرا حقيقيا لسحقني حتى الموت، فهذا سيكون سهلا مثل سحق نملة له. ماذا علي نفعل؟ وهنا يتدخل عجوز آخر. سيد الطائفة، من التعبير الخاص بك هل واجهت عدوا قويا جدا؟ في الواقع لقد تقاتلت مع شخص مزعج. أيها المستشار، هل لديك أي استراتيجيات مناسبة لمواجهته؟ سيدي، هل نسيت بشأن الكنز الخاص بطائفتنا؟ الشيء الذي لعن 72 فردا من عائلة تشونغ. كمان صولجان اللعنات الأبدية. هسه وصل إشعار لهانغ الساق الممل أنه أكو أحد يستخدم لعنات، مما سيتسبب في موتهم دون أن يلاحظ أي أحد، وستذهب أرواحهم إلى الأبد. حتى صاقلي الروح الناشئة لن يتمكنوا من الهروب منه. يتخيل وضعهم. وبحلول ذلك الوقت تلك المرأة وان هونغينغ ستكون تحت رحمتي. أصغوا إلى أوامري، فليبدأ إعداد التضحيات البشرية. أقبضوا عليهم جميعا. اذهب، لقد أمرنا السيد ادفعوا هذه الخنازير للمذبح. لا، من فضلك لا، انقذوني. وفي هذه الأثناء، سيد الشاب، هل هذا جيد؟ قد يؤلمك قليلا في وقت لاحق. عليك فقط التحمل قليلا. نظام 999 مليار تفعيل. تشعر بألم غير مسبوق. هل كان هناك مثل هذه الطاقة المكثفة داخل جسدي؟ وبالفعل تتفجر طاقتها بمجرد أن يفتح الأماكن المقفلة في جسدها. صفونية. آنسي، كيف حالك؟ هل تشعرين بالراحة؟ إنه كذلك مريح. ثم تقول لي: يا إلهي، لقد صنعت هذا النوع من الصوت أمام السيد الشاب، إنه أمر محرج للغاية. كيف يمكنه أن يسأل هكذا؟ السم المتراكم لسنوات عديدة في مركز طاقة
سنوات عديدة في مركز طاقتي، إنه يتبدد فعلا، وحتى أنني قد حصلت على بنية جسد الروح النقية، شيء حتى أحبة التقنية من المستوى التاسع لم تستطع تحقيقه. هذا الرجل أمامي فعل ذلك حقا برفعة واحدة من يده. من يكون بالضبط؟ فتقدم أقصى درجات الاحترام وتقول: هونغ يينغ تشكر السيدة الشاب على نعمة الولادة من جديد. هذا شكرا للسيد الشاب على منح بنية جسد الروح النقي. لا حاجة لكل هذا التهذيب، هذا ما وعدتك به. والآن بعد أن ذهبت السموم من الدانتيان الخاص بك، فإن الأمر متروك لك ولاجتهادك ودعا، ولكن بعد ثوان يسقط من التعب. أيها النظام اللعين، على الأقل اسمح لي أن أتباهى لبضع ثوان أخرى. لماذا دعوتني فجأة في عقلي؟ مهلا نيناين، ما خطبك؟ ها هي ذي النظام. نيناين تبكي بحرقة تقول: أيها المضيف، أنت أحمق كبير، أنت على وشك مغادرة الحياة وما زلت تفكر في مطاردة الفتيات. ما الذي تقولينه؟ أنا قريب من الموت؟ هناك بعض الأوغاد الذين يسرقون مؤشرات الحياة الرئيسية مثل المجانين. أنت ملعون، ألا تعلم ذلك؟ العمر 730 يوما لعنة، 700 يوم لعنة، 600 يوم لعنة. يتفاجأ بطلنا فجأة عمره عندما يرى بأن عمره يتناقص بشكل كبير. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وفي نفس اللحظة كانت التقنية مفتعلة ويتم سحب أرواح البشر لتغذية هذا السحر الأسود. لا زوجي! يعاني البشر هنا أشد أنواع التعذيب، وهم مجرد بطاريات لخدمة الشياطين. وها هو ذا رئيسهم يقول: أيها الفانون الحمقى، محكوم عليكم بالموت الآن. اتقوا النظام. يا لك من أحمق كبير أيها المضيف، هذه هي لعنة ذلك الشخص الذي هزمته. في الأصل بصفتك مجرد بشري كنت ستلعن وتموت على الفور، لكنني ساعدتك على التمسك بحياتك. كيف يجرؤ على سرقة حياة الشخص الذي اخترته؟ يجب أن يتمزق إلى أشلاء. إذا كم بقي من العمر لدي؟ هذه اللعنة تسرع استهلاك العمر بمقدار 100 مرة. في الأصل كان لديك 2 من العمر، ولكن الآن ليس لديك سوى أسبوع واحد. ماذا؟ أسبوع؟ هذا صحيح، أنت على وشك الموت. وتقول في نفسها: عجل في التفكير في وسيلة لكسر اللعنة، هذه المرة نحن على نفس الجهة. وبعدها ترسله باستخدام بوابة عشوائيا، ولكنه يظهر قرب حمام فتاة مع عشوائيا. فتصرخ الفتاة وتتفاجأ: نيناين، لماذا لا تنظرين إلى المكان الذي ترمينني فيه؟ الله لا يرزق أحد هاي الورطة، يعني ممكن تنسجن وتنضرب وممكن تروح بها. السيد الشاب، كيف عدت؟ هونغ يينغ، سيدي الشاب. هونغ يينغ، إذا كانت هناك أخبار عن حبوب إطالة العمر فانقليها مباشرة إلى صيدلية جيو كانغ في جنوب المدينة للعثور عليه. يجب أن أغادر بسبب بعض الأمور المهمة. اطمئن أيها السيد الشاب، ستفعل هونغ يينغ كل ما هو ممكن للعثور على حبوب إطالة العمر للسيد. أعلم أنك لن تقصري، سأغادر أولا. تشاو بيلا تشاو بيلا تشاو 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 باندارجينو نمباركمبوني. ما أعرف إسباني، آسف. سيدي الشاب، كانت على هذه الحال بينما غادر. المشهد الآن في قرية الرياح السوداء، إذ نرى أخطبوط يحاول التحرش بتنين. لحظة، ايش قاعد يصير؟ شو دخلنا بفتى المجسات فجأة؟ على فكرة فتى المجسات حولناها للقناة الثانية، موجة الأنمي 2. كمية هائلة من التشي يتفاعل مع هذه الجماجم، و4 من الشيوخ الكبار من السحرة يعملون على تفعيل خطة. إذ يقول الرئيس: هيا عجلوا. لا أريد الموت. لحسن الحظ هاجم تجسيد ذلك الشخص وترك علامة في روحه، مما جعل كل شيء يسير بسلاسة. سواء كنت يوان يينغ الحقيقي أو تناسخ من الحاكم السماوي، بمجرد أن تتأثر بلعنة السماء هذا فيمكنك فقط انتظار موتك. وبينما كان متحمسا يتم مقاطعته الموت، إذ تظهر بوابة ويكمل بطلنا كلامه: هو ذا يدمر الصولجان. إذن يبدو أنك قد قررت بالفعل المصير الخاص بك. مستحيل، كيف اكتشفت ذلك؟ هذه هي قطعة أثرية، كائن حاكمي من عصر الإمبراطور الخالد. هراء، فيطلق تشي عظيم أمامهم. فتقول فتاة النظام: أنت استهلكت نصف عمرك في نفس واحد، هل أنت بخير حقا؟ بدلا من القلق بشأن العمر، أشعر بالقلق أكثر من أنه لن يموت بشكل بائس بما فيه الكفاية. وبينما كان الشر يتشرشر من عين بطلنا، تضحك الفتاة: إذا اسمح لي أن أساعدك أيضا، بعد كل شيء فنحن شركاء، أليس كذلك؟ وبالفعل يساعدان بعضهما البعض لإلقاء هجمة قوية.
كيف يكون ذلك ممكنا؟ أنت من الواضح أنك ملعون بالفعل. اسكت أنت الملعون، لا تحكي على بطلنا هيك. لكن وفي نفس اللحظة يتم سحب أتباعه في هذه الدوامة السحرية، وها هو ذا الرئيس يتعلق بشيء ما كآخر حل له. اللعنة عليك. وبعدها يتم سحبهم إلى الثقب هذا وسط صراخات منهم. هيا دعينا نذهب. كيف يكون هذا ممكنا؟ كيف يكون هذا ممكنا؟ وبالفعل يتم إرسالهم إلى خارج الفضاء الخارجي. في النهاية تحول شيونغ دا إلى غبار في الفضاء، وها هو ذا بطلنا يقف بكل ثقة، بس مو شكله قصير شوية بالنسبة للبطل. يعطيه إصبع الاحترام ويقول: يجرؤ على صنع مثل هذه المؤامرة ضدي. يبدو أنك كنت تغازل الموت أيها الغبي. المضيف: أنت تحتفل مبكرا جدا، والآن العمر الخاص بك لا يزال يتم استهلاكها بمعدل 100 ضعف في اليوم الواحد. لقد دمرت بوضوح صولجان اللعنات الأبدية. كيف يمكن أن يستمر هذا؟ لقد فات الأوان. لقد ارتبطت اللعنة بك بالفعل، وتدمير هذا الشيء لا طائل منه. ماذا؟ وبعدما يفتح صدره يرى بأن هناك لعنة جاتس ملتصقة به. تضحية. لا أمزح، بس متأثر ببرزيرك شوية. فيتحول إلى حجر ويقول: إذن قد انتهى أمري بالفعل. خارج صيدلية مدينة تيانو. لا، هناك وحش. اركض، هناك وحش في الشوارع. هذا الوحش يصرخ بصوت عال مهددا حياة المواطنين هناك. فيخرج بطلنا خائبا مذحورا. إذا كانت حساباته نينين صحيحة، لم يتبقى لي سوى 3 أيام للعيش. ماذا علي أن أفعل؟ لقد عدت. ولكنه يتفاجأ بأن هناك مخلب وحش يقترب من لينغ إير. ماذا؟ لينغ إير، احذري. ولكن الصدمة الأكبر كانت عندما رآه بأنه يتعامل وديا مع الفتاة، وها هي دي تربط على رأسها. فتى جيد. أخي، لقد عدت أخيرا. حسنا، أهلا بك. وبعدها ينظر إلى الوحش ويخاف. هذا هو الصغير القطني. مرحبا. الصغير القطني؟ إذا هذا صغير لعد نحن أقزام. كان القطن الصغير حيوانا أليفا ورفيقا لي في طفولتي، وكان في الأصل حيوانا صغيرا قريبا جدا مني. لكن ذات يوم هاجمت قرية الرياح السوداء قرية تشونغ إير وقتل والدي وتم أسري. انفصلنا أنا وقطن الصغير بسبب النار الكبيرة. يوما ما سأسعى للانتقام منهم. تقول هذا وهي تبكي. فيربط بطلنا إيفان على رأسه ويقول: لا تحزني، قرية الرياح السوداء لم تعد موجودة. أولئك الذين قاموا بإيذائك قد اختفوا تماما. ماذا؟ قرية الرياح السوداء لم تعد موجودة؟ نعم، لقد كانوا أشرارا للغاية وقد أساءوا إلي، لذلك قمت بإبادتهم جميعا. لذا كوني مطمئنة، من الآن فصاعدا أنت عائلتي، ولا يمكن لأحد أن يؤذيك في وجودي. أخي إيفان. تقوم بالإمساك بيده ويقول القطن الصغير: تهانينا. الذوب شكل جاب العيد وعدنا المحظور. هاي البنية لسه صغيرة. إيفان، هل أنت جائع؟ أنا سأصنع لك شيئا لتأكله. وبعدها تغادر وهي سعيدة. فتتدخل فتاة النظام: مهلا، لماذا تتحدث كثيرا هكذا؟ لديك فقط 3 أيام باقية لتعيشها. صحيح، ماذا يجب أن أفعل؟ أين يمكنني العثور على دواء يطيل العمر في مثل هذا الوقت القصير؟ جاءوا. يقول الضب كلمات غير مفهومة. ماذا تقصد؟ هذا إنه لم يتم تسجيله في المهارات الطبية لرجل عجوز، فاكهة الإمبراطور لإطالة العمر. حتى لو تعرضت جودة هذه الفاكهة فلا يزال بإمكانها إطالة العمر بمقدار 5 سنوات. الصغير القطني، تعال معي لجمع الأعشاب. فقط في حالة حدوث أي شيء خذ بعض الأشياء الثقيلة. لينغ إير، لنعود إلى المنزل لتناول العشاء اليوم. ونرى بأنه قد حمل حقيبة كبيرة جدا وحمل القطن الصغير معه. أوكي، أدري بك تحمست، بس يعني مو لهالدرجة. ترى أنتك حبة، ما أنتك خاتم زواج. وفي مكان ما في أعالي الجبال الخضراء الجميلة تهبط عند الطائفة. إنها الأخت وشانغ. الأخت الكبرى عادت. هي ذي تفتح البوابة أمام حضراتها. أختي الكبيرة. فترد: وشانغ، هل حصلت على أي شيء من هذه التجربة؟ موزة جديدة تنضم إلى القائمة. أختي، في ذلك اليوم أثناء ذهابي إلى جبل دالونغ
إلى جبل دالونغ لإكمال مهمة تدريبية. دخلت القصر الإمبراطوري عن طريق الخطأ وحصلت على سيف الرحمة. إنه هذا الشيء. تتفاجأ فجأة عمرها برؤيتها لهذا الكنز. ها؟ وشانغ تعالي معي. وبعدها تفعل تقنية ليدخل إلى مجال ما. هذه المسألة ليست أمرا تافها، قولي لي كل التفاصيل. هيا. بعد الحصول على السيف طاردني التنين الحجري للجثة الطاوية، كما كنت على وشك أن أموت هناك، لكن قام خبير غامض بالتدخل وأنقذني. بعد إنقاذي لم يكن يريد سيف الرحمة، ولكن بدلا من ذلك أراد طريقة لتمديد حياته. هذا السلاح الإمبراطوري كثير من الناس يريدون الاستيلاء عليها، لكنه لم يرد ذلك. أختي، أنا لا أجرؤ أن أكذب عليك، قوة هذا الخبير الغامض لا يصبر غورها. لقد تم قسم جبل دالونغ إلى نصفين من قبله. وقال أيضا بما أنه لم يجد أي عنصر لإطالة العمر سيذهب إلى مدينة تيانو للعثور على البعض منها. فتقول الرئيسة في نفسها: في مدينة تيانو التي تحت سلطتي لا يزال مثل هذا الشخص القوي مختبئا هناك. وشانغ، لقد فهمت بالفعل مسار الأحداث، لكن هذا الأمر غير عادي بتاتا. عليك أولا أن تعتني بسيف الرحمة جيدا بجانب، والممارسة والتدريب بجانب. أحتاج إلى إبلاغ سيد الطائفة. حسنا، ولكنها تسقط على الأرض. وشانغ، مستحيل. هذه هي علامات السم الخفي للجثة الطاوية. لا يمكن إزالة السم المخفي إلا من قبل الشخص الذي ألقى السم. ماذا علينا أن نفعل؟ أتفكرون فيما أفكر؟ سيدتي، بشأن الصيدلية التي طلبت مني التحقيق عنها، لا يبدو أن هناك أي شيء خاص بشأنها. لم أكن أتوقع أن يختبئ شخص قوي ومهم مثل السيد الشاب في مدينة تيانو وهكذا لمدة 3 سنوات، ولو لم يكشف عن نفسه طواعية لكنت اعتقدت أنه مجرد طبيب عادي. الإشارة التي على قلادتها تضيء بشعاع قوي، وبعدها تخرج منها ورقة يشم. كيف تجرؤان على مغادرة موقعكما دون إذني؟ أظن أنكما نسيتما من هي سيدة هذا الجناح. سيدة الجناح؟ ماذا لو اضطررنا إلى ترك الجناح من أجل الجينسينغ ذا 1000 سنة؟ ماذا؟ خرج الجينسينغ الروحي ذو 1000 عام من فجوة في ختم القصر الإمبراطوري، وقد استطاع الإفلات من مطاردة العديد من الأسياد. إنه يختبئ الآن في جبل دالونغ. هذا هو عنصر إطالة العمر الذي كلفني سيدي بإيجاده، حتى لو كان للسيد الشاب يوان باو. وبقولها لذلك يظهر هامستر من بين العملات الذهبية. تشين ماذا يا أنستي؟ وبعدها تعض إصبعها بهدوء وتخرج إلى كتفها. دعنا ننطلق. وفي هذه اللحظات في أحد الأماكن الخضراء في الغابة، ها هو ذا بطلنا يتنهد بعد أن أكل كثيرا هو والقطن الصغير. هذا الطعام لذيذ جدا. الحمد لله الذي أطعمنا هذا من غير حول منا ولا قوة. ويقول قطن: الحمد لله. إشعار النظام. لقد اكتسبت سنة من العمر. يرجى الاستمرار في السعي. أخيرا لقد استطعت إطالة عمري لأكثر من عام. وبعدها يخرج التفاحة لأكلها. إنه الأمر مؤسف أنه ما زال هناك واحدة أخرى أستطيع تناولها وإلا. ولكن في نفس اللحظة يقوم الهامستر بسرقة التفاحة. تشين ماذا؟ فاكهتي، عد إلى هنا أيها الحيوان اللعين. صراحة ما أعرف هذا هامستر لو سنجاب، اكتبوا لي بالتعليقات شباب، والله حيروية. لا هو هامستر لا سنجاب لا فأر. ماذا؟ ما بال هذا الطقس؟ بالمناسبة ألم يحدث هذا من قبل؟ هاي أيها الحيوان اللعين، كيف تجرأت على العودة أيها الوغد؟ ولكن في نفس اللحظة يعود بقلادة سيدة الجناح. يقترب منه ويبدو أنه يبكي. هذا خاص بالسيدة هونغينغ. وفي هذه اللحظات كانت تقاتل شخصا ما. أيها الشيخ، هل تخطط لقتلي من أجل هذا الكنز؟ ألسنا نحن من العائلة نفسها؟ أنت مجرد بيدق تم التخلي عنه. حتى لو قتلتك هنا من سيهتم بذلك؟ ويقوم بدفعها بعيدا باستخدام سيفه. وها هي ذي يتم قطفها ويقترب منها. أيتها العاشرة، من تظنين نفسك؟ لا تتصرفي وكأنك مالكة جناح وان باو. بمجرد أن أحصل على الجينسينغ الروحي سأفكر في منحك موتا رحيما وغير مؤلم. ولكن بينما كانت ساقطة على الأرض يقترب منها، ولكنه يتفاجأ. أين القلادة؟ فتضحك وتقول: أكنت تعتقد أنك يمكن انتزاع هذا الكنز مني؟ هذا في أحلامك. فيغضب كثيرا ويحضر هجمة تقضي عليها. أيتها اللعينة، فلتموتي هنا. ولكن يحدث شق في السماء ويخرج منه بطلنا ييفان، وها هو ذا يحميها ويصد الهجمة. وبعدها يضرب الشيخ العجوز ويبعده بعيدا. السيد الشاب يهي، حمدا لله أنك أتيت. بفضل هذا الفأر صائد الكنوز تمكنت من القدوم بسرعة.
بسرعة. يعني طلع فار بالنهاية، بس أنا راح أسميه هامستر، أحسه كيوت هيجي. تين تين تين. ينقلب وجهه ويقول في نفسه: ولكن دعنا لا ندعها تعرف بقية التفاصيل. السيد الشاب، هذا هو عنصر إطالة العمر الذي كنت تبحث عنه. هذه ليست مشكلة بعد الآن. وبعدها يمسك بالكنز ويقول: الآن دعنا نرى فاعليته. ولكن في نفس اللحظة ينتبه لوجود هجمة، ولكن لحسن الحظ أن الهجمة لم تصبهم، إذ يظهر صاقل في السماء ويبدو عليه القوة. أيتها الحشرتان الصغيرتان، كيف تجرؤان على التغازل أمام هذا الكبير؟ السيد الشاب، كلاهما من متدربي عالم النواة الذهبية، كن حذرا. لا، هناك اثنين منهم، هو أنج يينغ. هل تريدين الانتقام عما فعلاه؟ ماذا؟ أنا؟ لكنني فقط في المرحلة المتأخرة من عالم التأسيس. لا مشكلة. وبعد أن يلمسها في جبهتها تشعر بطاقة رهيبة. قاعدة الصقل آخذة في الارتفاع. قوة ذروة عالم النواة الذهبية. وفي اللحظة التي يهجم فيها العجوز: فلتموتا أيتها الحشرات اللعينة. ولكنهما يبدوان متحدان قبل استلام الهجمة، وكأن الحشرة ليس هما بل هو نفسه. أنتما الاثنان تبحثان عن الموت، فلتستعدا. وبالفعل يستعد الاثنان، وبلحظة واحدة كل واحد منهما يضربه في جهة من وجهه. يا ابناء العاهرة، حتى والدي لم يضربني أبدا. من هذا صرت قليل أدب، هسه المفروض تأدبت شوية. أوه، هل هذا صحيح؟ أيها الكبيران، من فضلكم لا تكونا مندفعان، وإلا سيلقنكم عمكم إيفان دروسا لم يعلمها والداكما. وبعد لحظات يتم قذفه بعيدا وهو يتألم ويصرخ: أنتما أيها اللعينان، سأقضي عليكما هذه المرة. فينطلق بهجمة قوية جدا. يبدو أنه علي إظهار مهاراتي في نهاية المطاف، ولكن قبل أن يصل إليه ها هو ذا يشثو على ركبتيه ويتوسل: كنت مخطئا أيها الزعيم، أرجوك اصفح عن حياتي، لدي عائلة أعتني بها، لقد قمت بسفك الدماء والأرواح من أجل الجناح، ولن أجرؤ على ذلك بعد الآن. لا. هل كان هذا الرجل العجوز دائما هكذا؟ يجب علينا السماح له بالذهاب، الأمر متروك لك. أرجوكما. تتعرق قليلا ثم تقول: أيها الشيخ، باعتبارك وباعتبار تفانيكم في جناح وانباو، إذا تعهدت بالولاء للسيد الشاب وخدمت جناح وانباو بكل صدق وإخلاص، فسأصفح عنك. نعم يا سيدتي، شكرا لكم. يبدو أن جناح وانباو سيتغير في المستقبل. وبعدها كان يتمشيان في الغابة. السيد الشاب سيدة الجناح، ما الخطب؟ شكرا لك مرة أخرى لإنقاذك لي أيها السيد الشاب، على الرغم من أنني وعدت بمساعدتك في العثور على إكسير إطالة العمر، إلا أنني انتهى بي الأمر بالاعتماد عليك لتقوية سلطتي. سيدة الجناح، على الرغم من أنني يستطيع القتال قليلا، ولكن أنا جاهز تماما بشأن جمع المعلومات الاستخباراتية. سأظل أعتمد عليك في المستقبل، وإياك التقليل من شأن نفسك. السيد الشاب خوش بوست ثقة. عزيزي المشاهد، هاي الثقة ما تأخذها إلا من جدك وجدتك، فقبل لا تروح تخطب أو تروح ديت مثلا، روح يمهم، تمام؟ راح تفوت ثقة وترجع فول كاريزما ورز. هذا كلام مؤثر جدا، لكن هل نسيت؟ يتفاجأ بظهور فتاة النظام. ماذا هناك؟ تقوم بوضع سلاحها على رقبته. مهلا، لا يمكنك مقاطعتي عندما أحاول الحصول على بعض نقاط التفضيل. تريد أن تعيش، أليس كذلك؟ إذن لماذا لا تفعل ذلك بعد الآن؟ ماذا؟ لا شيء، ودعا. وبعدها تقوم بطرده. أيتها الفتاة اللعينة، اخرجي من هذه المانجا. والله فعلا حيل مزعجة. سيد أيمكنك النهوض عني؟ أسف، لم أقصد ذلك. السيد لا ينظر إلي بازدراء بسبب انخفاض مستوى صقلي، وبدلا من ذلك أنقذني مرارا وتكرارا من الخطر. أنا ربما أحبه، وها هي ذي تسرح بخيالاتها عما فعله معها. سيدي الشاب. يا بنت انضبي، شنو هاي الحركات؟ صدق كذب شوية ثقلي. ماذا؟ سأرحل الآن وداعا. ما الذي أفكر به؟ كيف يمكنني أن أجرؤ على التفكير في مثل هذه بشأن خبير كبير مثله؟ لماذا غادرت هكذا؟ تشوفين فتشي كبير، بس هو ترى عادي، لو تروحين يمه راح يقبل، لو تجي وحده هيك تشتغل عاملة نظافة راح يقبل، مع كل احترام العمال النظافة طبعا. المدينة السماوية القتالية. المشهد هناك في القصر. بفضل عودة اللورد تشو قام بتنظيم المتدربين لمساعدتنا. نعم، وإلا من يدري كم من الوقت سيستغرق لإنهاء أسوار المدينة. هل تعتقد أنه كان اللورد تشو الذي دمر ذلك النبيل في ذلك الوقت، وكان هناك شخص ما يراقب من أعلى الشرفة؟ لا أعتقد ذلك.
لا أعتقد ذلك. اللورد تشو ماهر بفن السيف، من المحتمل أن يكون غريب الأطوار القديم المنعزل من المدينة هو من فعل ذلك. ويقول هذا الشخص المقنع ذو 6 عيون. أدري حتى أوبيتو، لا يا أوبيتو، حتى هذا الشرير من قاتل الشياطين ما عنده هالقد عيون. دعوة. إذ يقول: من كان يظن أن هذا اللقيط من جنوب المدينة سيأتي إلى هنا؟ أصبحت مدينة تيانو الآن شوكة في خصر طائفة الجثة خاصتنا. يبدو أنه سيتعين علينا التخلص منه. ماذا؟ فجأة يرى بأن ظله يتفاعل، وذلك بعد أن رأى الفتاة الصغيرة بالأسفل. إذ تقول: كم هو ثمن هذه السمكة يا سيدتي؟ إنها في الواقع ذات روح نقية. لم أكن أتوقع أن يكون حظي جيدا هكذا مع هذه الفتاة. من أجل المساعدة في الصقل ربما يمكنني صنع حبة الروح النقية. يا ظالم، هاي البنية الكيوت الصغيرة ما تخاف الله يا ما تخاف الله، تريد تخطفها تحولها حبة صقل؟ روح اشتري لك واحد. شبيك صدق كذب واحد؟ شبيك صدق كذب؟ ايش قد فقر؟ روح يا مزوفان عمك ينطيك واحد. وبعد ان اشترت السمك هي ذي تغني وهي عائدة الى المنزل. ها؟ اتذكر بانني قد اغلقت الباب، الم افعل ذلك؟ ايمكن ان يكون هناك لص؟ الاخ فان، هل انت هنا؟ ما هذا؟ وتتفاجأ بوجود وحش هناك، ويتبين بان هذا الوحش هو بطلنا ييفان. لينغ إير، هذا انا، لقد عدت. الاخ فان، لقد اخفتني، ظننت انه كان لصا. ها هو ذا يبتسم وهي تأخذه بالأحضان. لا بأس لا بأس، لماذا أنت خائفة جدا بوجودي أنا معك هنا؟ ولكن عيناه تتحول إلى عيون شيطانية. ما الذي قد تخافين منه؟ خارج مدينة تيانو نرى بطلنا والفتاة هناك. الأخ فان، لقد أصبحنا بعيدين الآن من المدينة. ما الذي تريد أن تريني إياه؟ إنها الفاكهة الروحية التي أخفيتها، إنها بعيدة بعض الشيء، انتظري لفترة أطول قليلا. لا لن يفعل الأخ فان هذا. من تكون أنت؟ وبعد لحظات من تبادل النظرات: أنا؟ بالطبع أنا أخيك الأكبر ييفان. وها هو ذا يظهر شكله الحقيقي الذي لا يشبه الوحش الذي في قاتل الشياطين تانجيرو. سآخذ هذا الجسد الروحي النقي. ولكن في هذه اللحظات يعود البطل الحقيقي. أي لقد عدت. لينغ إير، أين أنت؟ ماذا؟ القطن الصغير؟ العمة تشو، هل هذه تقنية البحث الروحي؟ أين لينغ إير؟ يجب أن أجدها الآن. لينغ إير، أين أنت؟ أين أنت؟ يطير بسرعة كبيرة في السماء ويبحث عنها في كل مكان. وجدتها. لينغ إير. وبوصوله هناك يرى بأنه شخص ما يقترب منها، بينما هي معلقة من أعلى الكهف. طائفة الجثة، إنهم هم مرة أخرى هؤلاء الأوقاد. يلاحظه ساق الجثة. ما هي هذه الهالة القوية؟ إنها مرعبة جدا. مرعبة جدا. أنت المرعب يا حبيبي بعيونك ال40 هذا. بمجرد أن أصقل هذه الفتاة الصغيرة إلى حبوب روحية فأنا بالتأكيد سأحصل على قوة هائلة من خلال صقل نخاعها. يا ليل، كلهم شلبوا بنخاعها. وبعدما تفتح عيناها تصرخ وتقول: من أنت؟ ماذا ستفعل بي؟ الأخ فان لن يسمح لك بالإفلات بفعلتك هذا. أخوك فان هو مجرد بشري، ماذا يمكنه أن يفعل؟ لا تفكري حتى في الهروب، مجرد ساقلة مثلك لا يمكنها الهروب من بين يدي. ونرى أن هناك العديد من الأشخاص هناك والذين ينتظرون دورهم لكي يتحولوا إلى حبوب صقل. فأنتم جميعا الإكسير الذي سيساعدني لصعودي إلى القوة المطلقة. لا تبكي أيتها الصغيرة، يجب أن تكوني سعيدة لأنك ستكونين جزءا من ارتقائي إلى حاكم. يقول هذا وهو يلحس يدها بلسانه الطويل. اصبر شوية بس، خلي يجي بطلنا ويقطع لسانك الطويل هذا. أيها الوحش، أنت لا شيء أمام أخي ييفان. يغضب كثيرا ويتوجه نحوها بهجوم. ييفان، أنت مزعجة أيتها الشقية. رغم اختلافاتنا اتفق وياك بهذا الشيء. يقوم بضربها بقوة كبيرة في بطنها حتى أنها تبصق الدماء. أريد أن أرى ما هي القدرات التي يمتلكها أخاك ييفان ذاك. أخي ييفان، أين أنت؟ لينغ إير لا يمكنها الصمود أكثر بعد الآن. دمائي. وبينما كانت على هذه الحال يقوم بالاقتراب منها أكثر بعد أن تعرى من ملابسه. تضحية الدم. ويقوم بالهجوم عليها إلا أنه يتفاجأ بوجود شخص ما خلفها. ها أنت ذا، إنه أنت. يتوقف عن الهجوم ولكنه يرى نية القتل الموجودة في عيناه. هل أنت الشخص الذي قتل شيو وشيلونغ؟ وماذا إن فعلت ذلك؟ فأنا قد استوليت على هذه الشقية الصغيرة أيضا، ومن أجل تكريرها بهدوء والحصول على حبوب الروحية فلا أحد من شأنه أن يعرف. هل هذا صحيح؟
يظهر تشي عظيم، ومن قوته يتراجع قليلا. أخي إيفان يظهر نية قتل مرعبة، فيخاف كثيرا. أيها اللعين، دعني وشأني وسأعيد لك هذه الشقية صغيرة. أخي فان، لقد جئت. لا بأس، أنا هنا. لنذهب إلى المنزل معا ونتناول بعض الأسماك. حسنا الأخ فان. هو ذا يقترب لكي يأخذها، وبمجرد اقترابه منه وبهالته وحدها يقوم بإخضاعه وإسقاطه على الأرض. اركع. سيدي، إذا قتلتني الآن فلن تكون قادرا على تحمل العواقب. كنت تعتقد أنك يمكنك أن تهددني فقط لأنك قد احتجزت شخصا تحت حمايتي. يقوم برفع قبضته ويتم سحب شيء ما من جسده. ما الذي تفعله بي أيها اللعين؟ لا. ويتم إرساله إلى بعد آخر، إلى بعد الجحيم. وبعد ثوان لم يبقى منه سوى خاتم تخزين. وبعدها يحرر الفتاة. استريحي جيدا، لنعود إلى المنزل. تظهر فتاة النظام فيخاف منها. ما الذي تفعلينه هنا؟ وبعد لحظات من السكوت تبدو غاضبة. هل تحتاجين حقا إلى أن تكوني درامية جدا في كل مرة؟ فلتكوني ألطف قليلا. تلك الشقية الصغيرة، لن أناديك في المستقبل. هذا لطيف جدا. النظام الخاص بي لا يوجد خلل فيه، صحيح؟ يا لك من أبله. ما الذي يحدث؟ هذا حقيقي حقا؟ يا حبيبي، خذوا لكم حكمة من باكوسان. من تعود على الخذلان ظن بأن الطمأنينة فخ، من مقولات باكوسان ويفسكي. بعد يومين في القصر. الأخوي يدخل من البوابة شخص حماسي للغاية. أخي، لم أتوقع هذا أبدا، أنك لم تذهب قط إلى قصر يوتو. بما أن اللورد لا يزور عيادتنا أبدا، فأنا أعرف ما الذي تنوي فعله. ويقول الحارس الضخم: زيارة اللورد ممنوعة لغير المدعوين. وبعد لحظات من السكوت يخرج لهم يشم الدعوة. أنا لين لي، بأمر لورد مدينة تيانوو، جنبا إلى جنب مع الطبيب إيفان، يريد لقاء اللورد. وبعد دخولهم إلى مجلس الشيوخ، هذا هو المكان الذي ينتظر فيه الأطباء، وقد جاء ممثلون من مختلف الطوائف الخالدة. لين لي، ليس من المناسب لي أن أكون هنا. لما لا؟ تذكر آخر مرة عندما كنت مصابا بجروح خطيرة، لقد استخدمت تلك العشبة لإحيائي على الفور، وأنا لم أنسى ذلك. يقول هذا بكل حماس. وبعدها إيفان يظهر له حبة في طرف إصبعه. إلى جانب ذلك السيدة تشو لورد المدينة، سيكون من السهل التعامل معها. ليزي، لماذا أنت هنا؟ أليس من المفترض أن تتمركز في قصر اللورد؟ اتغير اسم لينلي إلى ليزي، ما أعرف ليش. عادي، إيزي، نغيرها إلى ليزي. أيها الأخ، تعال والق نظرة على هذا. مهلا، هناك مشكلة كبيرة، لقد أرسلنا اللورد إلى الخارج جميعا. إشعار تجنيدنا اللورد. إنها تبحث عن طبيبة يمكنه علاج أختها. أخي، أنت أفضل طبيب أعرفه. إذا كنت تستطيع إنقاذ أخت اللورد فسوف تكون مساهمة كبيرة، وسيسجل هذا نجاحك في المستقبل مضمون. النجاح لا يعني الكثير بالنسبة لي. وإلى جانب ذلك، إذا أرادت اللورد العثور على طبيب فستبحث عن أطباء الطائفة الخالدة. ما الذي ستفعله مع مجرد بشري مثلي؟ لا. سمعت أن اللورد ستقدم العديد من التقنيات السرية وإكسير إطالة العمر من مجموعتها كمكافأة على العلاج. أخي، أنا قلق بشأن صقلك أيضا. تقنيات سرية؟ الإكسير؟ ليزي، لنذهب بسرعة. نفس قوة المال بعالمنا. من تقول لصاحبك خلينا نطلع على الكوفي، يقول لك لا، بس تقول له على حسابي يطير. خب لو تقول له عند السيارة خلاص راح يقول لك راح أزوجك باكر. لم يفهم هذا السيد سبب انفعاله الكبير عند ذكره الإكسير. الطبيب لي يرجى الدخول. هل هذا الطبيب الشهير لي من وادي الأعشاب الماء؟ سمعت أنه مشهور جدا في وادي الأعشاب الماء. إذا لم يستطع علاج أخت السيدة تشو، أعتقد أننا يجب أن نحزم أمتعتنا ونغادر. وبالفعل إيفان يراقبه وهو يدخل. الطبيب الأشهر في الطائفة. بعد مضي عود بخور واحد. حسنا، سأخذ الإذن وأغادر. دكتور لي، حتى أنت لم تتمكن من علاجها؟ مرض أخت اللورد ليس بسبب السم العادي، بل هو مزيج من السحر والسم والشعوذة الملعونة. أنا عاجز هنا. أيها الطبيب، من فضلك تعالى. وها هو ذا بطلنا إيفان يدخل، وفي الداخل يلتقي بالسيدة والسيد الصغير. هل هذه السيدة تشو؟ لماذا تبدو مألوفة؟ لكنني لم أقابلها من قبل. وها هو ذا السيد الشاب المريض. تحياتي أيها السيد الشاب، أنا سيدة مدينة تيانوو. واو، سيدة تيانوو مرة واحدة، يعني خذ لك علاقات وواسطات بالهبل. مرحبا سيدة تشو، أنا إيفان، طبيب من مدينة تيانوو. هذه سيدة تشو.
هذه سيدة تشو لما تبدو مألوفة جدا. يا إلهي، حتى الصاقل الشاب لم ينزعج عندما رآني. هذا جيد أيها الشاب، أنا معجب بك كثيرا. تقول رئيسة تيانو السيدة تشو. هذا الشخص هو الشيخ ماوشا، والله والنعم الاسم، رئيس جناح دان في قصر تيانو، وكذلك أخي الكبير. لقد جاء إلى هنا خصيصا لمساعدة الأطباء في علاج مرض أختي الغريب. هذه أختي تشو شانغ. فيتفاجأ بطلنا فجأة عمره. مرضت فجأة بعد عودتها من جبل لونغشانغ إلى الطائفة ولم تستيقظ منذ ذلك الحين. الآنسة ووشانغ؟ لم أتوقع أبدا أنه منذ فراقنا في جبل لونغشانغ ستصاب هذه الآنسة ووشانغ بمثل هذا المرض الغريب. ربما يتعلق الأمر بطائفة الجثث. السيد إي، هل يمكنك شفاؤها؟ لا تقلقي، سأفحص أولا خطوط الطول في ووشانغ، وبلمسة واحدة يفحص نبضها، وفي هذه اللحظات يظهر شخص آخر. إنه سيد شاب، إذ يقول السيد الصغير ماوشا. بعض الأشياء الصغيرة المزعجة هنا. ما الذي جلب السيد الشاب جين هنا؟ هذا شكل راعي مصائب. عندما علمت أن ووشانغ أصيبت هرعت إلى هنا من عائلة جين، وها هو ذا يتقدم. بعد عودتها إلى الطائفة انهارت أختي فجأة، ثم انتشر نمط شيطاني من قلبها وتعمق يوما بعد يوم، وكانت فاقدة للوعي. ومن هو هذا بجانبك؟ ويشير إلى إيفان. إنه طبيب من عيادة المدينة السيد وي. السيدة تشو قلقة للغاية بشأن أختها، لذلك من المفهوم أنها طلبت المساعدة الطبية بشدة. ولكن كيف يمكن لطبيب فان مثل ييفان الذي لا يزال في مرحلة تغذية الذم علاج ووشانغ؟ ولكن بطلنا لا يبالي به ويهتم بعلاج الفتاة. يتآكل بحر ووشانغ الروحي حاليا بسبب شي خاص بدم مجهول ويستهلك حياتها. هذا هو جوهر المسألة. يبدو الأمر مشؤوما للغاية، وأظن أنه من عمل طائفة الجثث لإنفاق المليارات من قوة الصقل لمساعدتها. ولكنه بينما كان يركز في علاجها يتدخل مزعج جن. ما الذي تحدق فيه في ووشانغ هكذا؟ هذا ليس من شأنك، لذا أخرج بسرعة. سيدتي تشو، لقد اكتشفت تقريبا سبب مرضها. ألا سمحت لي أن أحاول علاجها؟ أنت من في مرحلة تغذية تشي تعتقد أنك يمكنك أن تجد سبب مرض ووشانغ؟ توقف عن إحراج نفسك واخرج من هنا. إذا كنت واثقا جدا، فلماذا لا تقوم بمحاولة علاجها بنفسك؟ اعتبر نفسك محظوظا لأنك عرفت مكانتك. وبعدها يبدأ هو بفحصها بنفسه. وبعد لحظات من السكوت يتقلب وجهه إلى خيبة أمل. ليس هذا وحسب، بل أنه يتعرض للسموم. ما الذي يحدث؟ ووشانغ إنها تنهار. وبالفعل أصبحت حالتها أسوأ بتدخله، وعمت الفوضى المكان. إذ نرى الفتاة في حالة يرثى لها فتكح الدماء. ما الذي يحدث؟ يقول الفتى في نفسه. لقد استخدمت للتو البحث في بحر وعي ووشانغ مع تشي الحقيقي، لكن لما كان رد فعلها قوي جدا. هل يمكن أن يكون هذا الرجل قد تدخل بشكل ما؟ يلتفت إليه ويبدو بطلنا واثقا من نفسه. اللعنة، يجب أن يكون أنت لقد فعلت شيئا ما، وهذا ما جعل حالة تشو ووشانغ أسوأ. فيرد إيفان. لقد استخدمت للتو تشي الحقيقي للتحقيق من بحر واي تشو ووشانغ، مما أدى إلى تعارض مباشر مع سم في جسدها، لذلك بدأت ببصق الدماء لعلاج مرضها. نحن بحاجة إلى تحديد مكان جوهر السم. السيدة تشو، هل سوف تصدقينني؟ سيد يي، سأترك أمر ووشانغ لك. فيغضب الآخر. أيتها السيدة تشو، ولكنها لا تبالي. تلتفت للأخ الكبير ماو. كيف يمكنك الوثوق بشخص عديم الفائدة في مرحلة تغذية الذم ليكون بالقرب من ووشانغ، وكذلك لا رد منه؟ ثم يردف بعد لحظات. السيد الشاب جين، افتح عينيك على مصراعيها وألق نظرة جيدة. مستوى صقل هذا الشخص ليس بسيطا كما يبدو لك. وبعدها يبدأ هو بالعلاج. هذا هو جوهر اليوان الحقيقي. كيف يكون هذا ممكنا؟ ويقول الفتى في نفسه. يبدو في الواقع أنه كان يخفي مستوى صقله الحقيقي سابقا. وتقول السيدة، يجب أن تكون هذه قوة ذلك الخبير الذي ذكرته ووشانغ سابقا. وها هو ذا بطلنا يعالجها بكل ما لديه. طاقة عظيمة تخرج من منزلها، حتى أن الحراس والناس يشهدون على ذلك. وبعدها الفتاة نائمة. ليس هذا فحسب، بل هي تفتح عينها. أختي الكبرى، الكبير ماو والكبير يي. فتقول السيدة، شكرا لك أيها السيد يي لإنقاذ حياتها. من الآن فصاعدا ستكون تشيو
هذه تحت تصرفك. وتقول هي: شكرا لك أيها الكبير لإنقاذي مرة أخرى، ليست هناك حاجة لمثل هذه الرسميات، كان هذا مجرد شيء صغير. هذا الشاب متواضع. هل أنت مهتم بالانضمام إلى قصر تيانيو؟ أستطيع أن أعطيك جبل للتدرب فيه. لا حاجة لذلك، أنا مجرد قروي من الجبال معتاد على الحرية والبساطة. ويقول في نفسه: كنتم وعدتموني بكتب سرية والإكسيرات، ما فائدة الجبل بالنسبة لي؟ وفي نفس الوقت يغضب الآخر: يجب أن يكون جوهر اليوان الحقيقي قد وصل على الأقل إلى مستوى الروح الوليدة الخالدة. لم أسمع أبدا عن شخص صغير جدا يصل إلى مستوى الروح الوليدة الخالدة في مدينة تيانيو. لربما عزز قوته مؤقتا بدواء سري. اللعنة اللعنة. نشأت أنا أو شانغ معا منذ الطفولة، ومع ذلك فإن تلك المرأة من عائلة تشو تثق في ذلك الشخص الغريب أكثر مني. هذا لا يصدق. حسنا، هذا لم ينتهي بعد. يا معود كافي تبكي، استسلم، أنت ضعيف. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه فسكت، فيقدم احترامه بعد أن كانت تضحك. السيد الشاب يي هو حقا شخص ذو قوة عظيمة. إنه لشرف لنا عائلة جين أن نقف بجانبك في المستقبل، ولعائلة تشو أيضا، ونحن مدينون لك على هذا. وبعدها يلتفت: وداعا جميعا. جين يانغ هذا كلماته لا تتطابق مع ما في قلبه، قد يسبب بعض المتاعب بعد عودته. أيها الكبير يي، لقد استقرت حالة ووشانغ وهي تستريح الآن. اسمح لي أن أخذك للحصول على مكافآت العلاج. انسى الأمر، عندما أحصل على حبة إطالة العمر سأكون قادرا على استخدام المزيد من قوة الصقل. حتى لو كان هناك 1,000,000 فرد من عائلة جن فلن يكون شيء يذكر. قصر اللورد جناح الكنز. يتفاجأ بطلنا فجأة عمره بكمية الكنوز الموجودة. هذا أكثر مما لدى جناح وانباو. على الرغم من أنه لا يمكن مقارنته بثروة قصر تيانوو، إلا أنني كنت أديره لسنوات عديدة ويحتوي على العديد من الكنوز. أيها الشاب، إذا كان لديك الوقت سأخذك لزيارة قصر تيانوو. هناك العديد من الكنوز هناك. وما زال عيناه لا تصدق ما يراه. الكبير ماو، على الرغم من أنني أريد قبول دعوتك، إلا أن أشخاصا من الطائفة الجثث قد تم القضاء عليهم من قبلي، ولقد أزعجوني عدة مرات، ولهذا يجب علي تسوية هذه الضغينة. اللورد شو، من المحتمل أن تكون إصابة ووشانغ من صنيع طائفة الجثث. عليك أن تكوني أكثر حذرا في المستقبل. تقول السيدة: طائفة الجثث هي في الواقع خطر خفي كبير. الآن بعد أن نزل قصر الإمبراطور الخالد الرحيم مرة أخرى، من المرجح أن تغرق القارة بأكملها في الفوضى مرة أخرى. ينزل ذلك كالصاعقة عليه. اللورد شو، ما هو بالضبط قصر الإمبراطور الخالد الرحيم هذا الذي ذكرتيه؟ الإمبراطور الخالد نيان تيان هو الرجل الأقرب إلى أن يصبح حاكما في القارة منذ آلاف السنين. في العصور القديمة انقسم عالم شوانغشيو العظيم إلى 9 قارات، كل منها يحرسه أحد الأباطرة ال9 الخالدين، وقد قاتلوا ضد الهاوية وختموا الشياطين في أعماق الهاوية. يقال أن قصر الإمبراطور الخالد الذي ظهر فجأة هذه المرة هو القبر الذي أعده الأباطرة لأنفسهم في الداخل. لا توجد كنوز لا نهائية، بل توجد أيضا أجسادهم المادية مختومة هناك. هذه المرة تم تقسيم جبل التنين العظيم إلى نصفين، وهذا هو سبب الظهور المفاجئ لقصر الإمبراطور الخالد، وقد اعتبر هذه كحادثة غير عادية. جبل التنين العظيم، يبدو أنه كان الجبل الذي قسمته لنصفين. كيف يمكن لشفرة سيفي أن تفتح قصر الإمبراطور الخالد؟ ما هي هذه الظاهرة الغريبة؟ الأخت الصغرى، لقد تأخر الوقت. اصطحب السيد الشابي إلى جناح الكنوز بسرعة. بالتأكيد حلقة تخزين وحبة يمكن أن تطيل العمر بمقدار 1000 عام. هناك أيضا بعض الأعشاب الروحية في حلقة التخزين للسنيور لاستخدامها. إذا لم يكن ذلك كافيا يمكنك القدوم إلى قصر اللورد. إن هذا جيد حقا. فتقول النظام: هاي أنت كف عن الضحك، ابتسامتك تهدد بأحداث كارثية. حتى بندقية AK-47 لا تقارن بها. هذا غير منطقي. توقفي عن السخرية مني. وهنا تبتسم السيدة: سيكون من الرائع إذا كان هذا مفيدا للسنيور. في ذلك الوقت لم تذكر ووشانغ مظهر السيد. قالت فقط أن الكبير عاش في مدينة تيانوو القتالية وكان يبحث عن حبوب إطالة العمر. من أجل ووشانغ اضطررت إلى نشر الأخبار والمقامرة بإيجادك. لم أكن أتوقع منك أن تأتي حقا، وقد تم إعداد هذه الكنوز لشكرك على كل ما فعلته لنا. تقول هذا وهي تظهر كل أسلحتها وصواريخها.
هذه بعض كتب المهارات السرية التي جمعتها، يمكنك اختيار واحد لتأخذه معك. أريد هذا فقط، لكن هذا يتعلق بفن صقل وتكرير الجسد. الكبير قد ترغب في النظر في شيء آخر. الأخت الصغرى يوي ربما يكون لدى السيد الشاب أسبابه الخاصة لاختيار هذا. دعونا لا نتدخل في قراراته. اللورد شو على حق، ولكن مع قوة صقل ذات مليارات السنين فإن أكثر ما أحتاجه ليس تقنية صقل بل بنية جسدية أقوى. بما أن الكبير قرر فإن هذه التقنية هدية للسيد. سنعود إلى قصر تيانيو قريبا. إذا كانت هناك أخبار من طائفة الجثث فسأخبر الكبير على الفور. حسنا، إذن سنأخذ الإذن في المغادرة. وهكذا يغادر بطلنا إيفان ويلتقي بصديقه. إيفان، أنت معجزة حقا، سأدعوك لشراب الليلة. دعنا نذهب إلى برج العطر المخمور لتناول وجبة جيدة. دعنا نحتفل بهذا الإنجاز. إذن سأقبل دعوتك بكل لطف. عندما أشرت إلى جابيني أخت اللورد المدينة تشو واستخدمت تقنية إصبع اليانج الواحد في تلك اللحظة، وفي هذه اللحظات كان هناك شخص يحاول أن يغتال بطلنا إيفان، فيلتفت صديقه أولا. إيفان احذر! وبالفعل يتلقى الهجمة. ليزي، ما الذي يحدث هنا؟ بعدما يسقط صديق بطلنا على الأرض ويتألم. ليزي، أنت بخير؟ لا بأس، إنها مجرد جروح سطحية. وهما الاثنان يمشيان في حين القاتل كان فوق المنازل. يلتفت إيفان إليه وبعدها يختفي. ظل يشبه فوت من سلاحف النينجا القديم. والمشهد الآن أمام القصر الذهبي. سيدي، بعد الاختبار تم التأكيد على أن إيفان لم يلاحظ هجومي. بدلا من ذلك لاحظ قائد مدينة تيانو بجانبه وجود خطأ ما. أبي، قلت لك أن إيفان هو مجرد فان، لا داعي للخوف منه. يانجر، بناء على وصفك بعد هذا الحادث سيتلقى إيفان بالتأكيد حماية قصر تيانو. وقصر تيانو ليس شيئا يمكن لعائلتنا الذهبية أن تستفزه. قد يكونون مقربين من بعض، ولكن هل هم أقرب منا نحن وعائلة تشو؟ كان لدينا حتى خطوبة في ذلك الوقت. منذ أن أصبح تشو يوي سيدة في الذروة لم تعد عائلة تشو كما كانت من قبل. يانج إير، نحن بحاجة لتغيير موقفنا. وبالتالي هذا كل شيء؟ أنت لست جيدا مثل الآخرين. يصر على أسنانه غضبا وبعدها يخرج من المكان. اللعنة، اللعنة! ما المخيف بشأن مجرد فان ضعيف؟ أي نوع من أسياد أسرة العائلة الذهبية تكون؟ أنت مجرد جبان. وبعدها يتدخل أحدهم. جين يانج، تحتاج إلى تهدئة أعصابك. سيدي، أنت هنا. جين يانج، ما الذي جعلك غاضبا هكذا؟ إنها مجرد. وبعد ذلك فيشرح له كل شيء. إنها مدينة تيانو مرة أخرى. جين شين يان قديم، وأصبح أسلوبه في فعل الأشياء أكثر تحفظا في السنوات الأخيرة. أنت بالتأكيد تعتقد ذلك أيضا. كانت عائلتنا الذهبية في الأصل على قدم المساواة مع عائلة تشو في شوانغ شو، ولكن لأن تشو وي صعدت إلى سيدة قصر تيانو فقد انحنى والدي لهم. لو كنت أنا بدلا عنه، لو كنت رب الأسرة الذهبية، لما سقطت العائلة الذهبية أبدا في مثل هذه الحالة. جيد، هذا الطموح هو ما يجعلك تلميذا جيدا. تعال معي. لحظة، هذا مو يشبه الشرير اللي بالصقل الممل؟ آخر واحد قتلناه. ويبدأ بالصقل فيخرج ثعبانه. غير قد راح روتشيمارو. أيها التلميذ، هيا بنا. سيدي، إلى أين نحن ذاهبون؟ إلى مكان حيث يمكن الحصول على السلطة. وتحت أشعة الشمس بعد شهر واحد في قمة سيف قصر تيانو نرى بطة ورقية تسبح في الفضاء، وسيدة العائلة تحاول أن تصطاده. باستخدام سيفها تمسكه وبعدها تأخذه وتتأمل فيه، وبعدها بثوان تخرج هالة غريبة منه، تتنهد وتلتفت وبعدها تجعلها تطير، ومرة أخرى تعود إلى يدها. كيف استطاع هذا الطائر الورقي القدوم إلى العيادة وحده؟ يبدو بأنه رسالة إلى بطلنا. اتقوا الخادمة. يمكن للأخ التواصل مع الآخرين عبر مسافات طويلة مع تعويض التواصل الروحي. ويفكر هو في الهاتف، لذلك هو مثل الهاتف المحمول من هذا الجانب. ما هو الهاتف المحمول؟ هل بدأ البث؟ نعم، وبعد تشغيله أرجوك أنقذني. فيتفاجأ بطلنا. أنت صوت اللورد شو. ونرى الشرير معلمه يقول: جميع الضيوف هنا هكذا. رئيس الأسرة الذهبية، دعهم يروا معدنك الحقيقي.
وفي هذه اللحظات نرى العدو قد أصبح في أهبة الاستعداد. ها هي الفتاة في هذه اللحظات تقاتل، إذ تخرج سيفها وتقضي على هذه الدمى الغريبة التي تهاجمها، الكثير منها. لقد مرت 7 أيام بالفعل، يبدو أنه لا نهاية لهم. لا يهم كم أقتل منهم فيظهرون مجددا. الدمى تستمر بالظهور ويتكاثر عددها تدريجيا. القمر الساطع تنفذ هجمتها وتقضي على العديد منها، لكنها ما زالت تضحك وتظهر حتى أنهم يستطيعون أن يتعبوها جدا. كانت دعوة عائلة جين قبل شهر مؤامرة بالفعل. في ذلك اليوم تلقيت رسالة من عائلة جين بسبب وقاحة جين يانغ السابقة، فقد استضاف خصيصا مأذوبة لاعتذاري لي. على الرغم من أنني لا أحب المآذب، إلا أن عائلة جين لديها صداقة طويلة الأمد مع عائلة تشو، لذلك كان علي قبول الدعوة. أين الجميع؟ هذا الكأس مصنوع من الورق. هذا سيء، إنه فخ. وتتفاعل مصفوفة وتبدأ أشياء عظمية تهجم عليها. وليس هذا فحسب، بل أن هناك العديد من الدمى من كل مكان يطوفون حولها. مدينة تيانو منذ وقت ليس ببعيد، إذ نرى الكثير من الناس هناك. الكبير إي، لقد أحضرت ما طلبته. آنسة شو، شكرا لك على مساعدتك. ينظر الاثنان داخل الصندوق. لورد المدينة شو لديها ذوق جيد، فتعتذر هي. أخي، أنا آسفة على هذا. مع هذا سنكون بالتأكيد قادرين على العثور على لورد المدينة شو. الكبير إي، ألا توجد طريقة أخرى للعثور على أختي؟ أذكرني بأخوي الصغير لما يطلب لعبة جديدة فيبدأ بالتفكير. هناك طريقة أخرى، بمجرد أن أستخدم مشهد الحاكمين للعثور على لورد المدينة شو، ستنزل تلك الشيطان الصغيرة نينيان وستحظى أخيرا بالقوة، الحياة التي قاتلت من أجلها بشدة. على أي حال، دعونا نحاول هذا ونرى ما إذا كان بإمكاننا إيجادها. لحظة، هذا الشيء اللي بالقاع اللي بالي بالك ولا لا؟ كما شرحت لك، كلما كانت الملابس خاصة أكثر كان بإمكاننا تتبع موقع ومعلومات لورد المدينة شو. تبين أنه فعلا ملابس خاصة، وبعدما يتفقدوا الطاقة من الملابس الداخلية، ها هو ذا يجد. هكذا إذن. وبالفعل الإشارة تذهب إلى مكان معين في الجبل حيث تشعر فيه هذه الدمى. ما هذا؟ سيدي، هل وجدت أختي؟ أين هي؟ سيد إي. وهو يتعرق. وفقا للموقع الذي أحسست به، يجب أن تكون في الجنوب الغربي، هنا وادي ميزاما. أيها الكبير، لننطلق. فتخرج سيفها، لكن بطلنا يمنع ذلك. جيد آنسة شو، سأخذك أنا. يحملها وبعدها أنت تحملني. يطيران بسرعة كبيرة وتحت أضواء القمر في الليل يصلون إلى المكان المحدد. هذا المكان يبدو مثل فيلم رعب. هل أنت متأكدة من أنه آمن؟ وبالفعل كان هناك أشياء تراقبهم. هذه الأرواح الشريرة تهجم عليهم. آنسة شو، احذري. وبالفعل قبل أن يصل إليهم يتم إبادتهم ويتبين بأنها السيدة شو. هل أنت هنا؟ حسنا. أختي، ما الذي يحدث؟ فترد، سيدي، كيف أتيت أنت وشانجلا هنا؟ تلقيت إشارة استغاثة من خلال طائر ورقي لذا جئتك. كيف يمكن ذلك؟ على الرغم من أن الأمر خطير هذه المرة، فأنا لم أرسل إشارة استغاثة لك. فتتفاجأ ويتفاجأ الاثنان. ماذا؟ ما الذي يحدث هنا؟ وفي هذه اللحظات يتم القضاء على العديد منها باستخدام الأخوات لضربة مشتركة. وها هو بطلنا يحلل. إذا لم أكن مخطئة، فيجب أن يكون هذه الدمى الورقية من فعل عائلة جين، ولكن هناك أيضا لمحة ضعيفة من هالة شريرة منبثقة من هذه الدمى الورقية. هل يمكن أن تكون عائلة جين قد انضمت إلى طائفة أخرى؟ أي طائفة تحمل ضغينة ضدي أنا واللورد شو؟ أيمكن أن يكونوا طائفة الجثث؟ أختي الكبير، هذه الدمى الورقية تأتي مرة أخرى. يتفاجأ الاثنان. اللعنة، لا نهاية لهذه الأشياء. وفي مكان ما من بعيد كان أحدهم يتابع الموضوع من كرة سحرية. ليس هو وحده، بل العديد من الأشخاص والمرؤوسين يتابعون الموضوع، وكأنه نتفليكس 2025. أخيرا استمع ثلاثتهم هنا. تقول الفتاة.
لكي تعيقها مثل هذه الأشياء التافهة. يبدو أن تشاويوي ليست شخصا مميزا بعد كل شيء. ويقول الشيطان ذو القرنين: الموف جارجو إياك والاستهتار بالأمر. ويقول الرئيس: هذا صحيح، على الرغم من أن لدينا اليد العليا إلا أننا ما زلنا بحاجة إلى توخي الحذر. ويبدو بأن ذلك الشخص هناك خلفه، ولكن مع تعاوننا هذه المرة حتى لو جاء المبجلين من سلالة الشمس العظيمة فلن يستطيعوا الهرب حتى، لذلك يمكننا أن نطمئن. فيرد السيد الشاب جن: كما أنه يمكننا التعاون بفضل مساعدة سيد الطائفة. عندما يتم تدمير قصر القمر السماوي سيكون قصر الإمبراطور الخالد الوحيد في متناول أيدينا. بقية الشيوخ يستمعون. تقول فتاة أخرى: ومع ذلك أيها الشيوخ يبدو أنكم لستم على استعداد تام للتعاون. أنت ما نوع هذا الهراء؟ شيوخ عائلة جن لدينا يخدمون بشكل طبيعي سيد الأسرة، ولا علاقة لنا بأي شيء آخر. إذن ابتلعوا هذه لإثبات ولائكم. ويعطيهم مخلوق غريب. ماذا تقصد؟ سيد العائلة، طائفة الجثث تحاول دفع حظهم بعيدا. أعتقد أن ما قاله الشيخ ران منطقي. كلوها. فيصدم الشيخان مما سمعا، وبالفعل يفعلون ذلك رغما عنهم. إذا كان لديك أي أفكار عصيان أو تمرد فإن ديدان الجو هذه لن تكون رحيمة تجاه جسدك. فيبدأ الشيوخ بالقلق على حياتهم، والشاب الذي أحضره إلى هنا يغمز له: سيد الشفرات المفكر جو، كونا جنبا إلى جنب مع شيوخ عائلة جن، السيد يوهو والسيد جينمينغ، واذهبوا وادي ميساما. أمرك نعم، أوامر مطلقة. وبعدما يتم الاتفاق يعود المشهد إلى وادي مياساما، إذ يحدث صدع في السماء، وبعد الانبثاق يلاحظهم أصدقاؤنا. هذا الحاجز، احذروا جميعا، إنه مشابه لما حصل في المرة الأخيرة. وبالفعل الكثير من الجثث يخرجون من الأرض. سيدة الذروة المحترم لقصر القمر السماوي تشاويوي، ليس هناك شيء مميز بك، لقد أخطأ الشيخ وو في ظنه. من هناك؟ وبعدها يظهرون طائفة الجثث، عائلة جن، وشخص آخر كان يراقب من بعيد. يبدو أننا لسنا بحاجة إلى التدخل في الأمر، فهذه المجموعة من الهياكل يمكنها أن تعيقهم حتى الموت، وبحلول ذلك الوقت ستكون جميعا مجرد دمى وألعاب. لكنهم يتفاجؤون جميعا بأن رأسها قد اختفى. دعوني أقول إنكم تهدرون أنفاسكم. من الأفضل أن تفكروا في نوع الموت الذي سيكون أكثر إيلاما لكم لاحقا. أنا على حق، أليس كذلك؟ إنه أقوى مما كنت أتخيل. كيف يمكن ذلك ممكنا؟ من أنت بالضبط؟ وهو بطلنا يظهر ويهددهم. أيتها السيدتان، هل يمكنكما التعامل مع أولئك الضعفاء بالخلف؟ نعم، تقولانه بصوت واحد. سوف أتعامل مع بقيتهم 3 حركات. لا، سأتعامل معك بحركة واحدة فقط. أيها الشقي اللعين. فيغضبون جميعا. فلتمت الآن. يتجه الشيخان وبمقدمتهم ذو القرنين الشيطاني. هجوم. يتبع سؤال الحلقة: ما هي الجوائز التي حصل عليها بطلنا بعدما أنقذ تلك الفتاة من السيدة اللوردة؟ اكتبوا لذلك في التعليقات إن كنتم تعرفون. ترى كيف ستكون الأحداث بين بطلنا وهؤلاء الوحوش؟ وهل سيستطيع القضاء عليهم أم لا؟ كل هذا وأكثر سنعرفه في الحلقات القادمة، بشرط أن نوصل هذا المقطع إلى 1000 لايك، نشترك في القناة، نشارك الحكاية مع أصدقائنا، ونفعل زر الجرس لكي يصلنا كل جديد. طبعا هذه الفرصة الأخيرة لهذه الحكاية، إذا لم تحصل على أي دعم منكم فسوف أضطر لتركها ونبدأ حكايات جديدة حتى نحصل على دعم. وهكذا كان معكم أخوكم وصديقكم باكوسان من موجة الأنمي. لا تنسوا متابعة القناة الثانية موجة الأنمي 2. دمتم في أمان الله، فلنعطي أفواهنا بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.